مبروك ارسنال ولا مبروك زمالك؟ خلينا في دي عشان دي بص دي شبنه بعد شوقه. قلت له عارف انت اللقطه السنه دي في ايه؟ ان الاهلي زمالك والزمالك اهلي، انا هكسب بالتولز اللي معايا باي شكل. يعني سواريز ده كان المهاجم الوحيد اللي بيخرج من المدافعين وهم قافلين رجليهم، لا هو اتضرب لما بان له صاحب ومحدش عارف ياخد منه الكوره. تحس ان ميسي انا فيها لخفيها، ده اللي شجعت برشلونه بسببه. او انا ده ماشي وراه يعني، راح انتر شجعت انتر. محدش بيعمل المهاره دي وهو دايس الار1. الدوري بقى دوري مؤسسات. بص اصلا انت مفيش زي كده هينفع يقول للاهلي مكانك الطبيعي الكونفدراليه، عشان ده مش منطقي. الفرقه اللي بتهبط بيبقى صعب جدا صعودها. هتقول لي ما انت جبت لعيبه بكذا، هو انا دافع فلوسها اصلا بناس هي منطقها ما انا ده اللي بيكسب فانا هشجعه، بس هو ما يعرفش حاجه عن الاهلي غير النسر. فلوس فك القيد جاهزه بس كانت مشروطه بتاهل الزمالك لدوري ابطال افريقيا والفوز بالدوري. لما كنا بنوعد دايما الناس ان احنا هنرجع بقوه، فان شاء الله يبقى وعدنا على قد القول ان شاء الله باذن الله. والنهارده ان شاء الله محضرين مفاجاه حلوه. باين من الدخله. باين من الدخله ولا باين من وشي؟ لا باين من الدخله. طيب يبقى مساء الفل عليكم يا رب، كل الناس تبقى بصحه وبخير، وحلقه جديده من حلقات بودكاست كلمني كوره. النهارده معانا ضيف بس بكل الضيوف. طبعا. ليه بقى؟ لان ضيفنا النهارده ضيف مختلف فعلا، مختلف قوي. وزي ما وعدناكم الحلقه اللي فاتت وقلنا ان احنا ان شاء الله باذن الله الحلقه ديت هيبقى فيها ضيوف مهمه، فكنا تحرينا الدقه قوي في ان احنا نختار الضيف اللي جاي. الضيف اللي معانا النهارده ضيف ميكسد كده حلو، الناس كلها بتحبه وهو مش غريب عننا، هو اخ وصديق وزميل وعشره، وفي بيننا بقى باع طويل، وهنسرد كل دوت واحنا موجودين ان شاء الله باذن الله معاكم. ضيفنا النهارده الدكتور المحلل النجم الكبير الزملكاوي دكتور احمد فوزي. حبيبي نور الدنيا يا دكتور احمد. بنورك المقدمه الجامده قوي دي اقل حاجه عشان انا مبسوط والله ان انا معاكم النهارده في البودكاست بتاعكم الجميل. السعاده. وانت اخويا وشيحه، يعني مش هنتكلم يعني احنا عشرة عمر زياده عن اللزوم يعني. هو الموضوع واحنا قد كده، مش عايزين نقول ارقام يعني، بس يعني هو اخويا وانت حبيبي والله. طبعا منور. ومعنا طبعا اخويا والمحاور القوي الجامد جدا احمد شيحه. حبيبي يا سلم، عامل ايه؟ الحمد لله مساء الفل اللي مفيش خلاص دلوقتي انا وهو ورمتنا مع بعض مفيش غيره. عامل ايه؟ بودكاست كلمني كوره كابتن شيحه. طبعا، والناس اكيد اللي بيتفرجوا علينا كده ان شاء الله يستنوا حلقه باذن الله تعجبكم يعني، باذن الله تعالى ان شاء الله تبقى حلقه جامده. الحلقه النهارده احنا بنقول قويه لان هي ميكس حلو كده، ميكس لايت. الميكس بقى ده احنا دايما بنحب نوصل للناس ان احنا بنتكلم في الكوره علشان الرساله الاولى ان احنا ندوب اي حاجه فيها تنشن، فيها عصبيه، فيها شد. ده رقم واحد، وده اللي دايما في كل مره في نهايه كل حلقه بنحاول نوصله للناس اللي بتتابع وبتشوف من الجمهور. رقم 2 ودي الرساله الثانيه او الغرض الاساسي، هو ان احنا بنحاول ناخد البودكاست نعدل اي حاجه في الكوره في مصر. والكوره في مصر زي ما كل الناس عارفه الحل مش زي زمان، فبنأمل ان دي تبقى النواة ولو ب1% او نص في المية ان حاجة منها بإذن الله توصل وتبقى بداية تصحيح. فحلقتنا النهاردة بإذن الله مقسمينها كده في مواضيع جميلة قوي مع دكتور أحمد. وفي البداية بقى علشان موضوع الدكتور أحمد دي احنا هنسأل السؤال اللي دايما بيتسأله وهو أكيد زهق منه في كل البودكاستات، لأن الدكتور أحمد احنا مش جايبين حد جديد، هو محاور من الناس الجميله اللي ظهرت واتكلمت في الكوره بشكل كويس جدا في اون سبورت قناه الزمالك، وبالحق يعني هو من الناس الزملكاويين اللي انا بحب اسمع لهم.
ودين النوايا. لا او تحب تتناقش معاه، لان هو ده اللي احنا قلنا عليه الحلقه اللي فاتت. قلنا ايه؟ الزملكاوي العقلاني او الناس اللي بتتكلم بعقلانيه في الكوره، لازم الكوره يبقى الكلام فيها عقلاني، فيها هزار وفيها ضحك وفيها تقطيع وفيها كل حاجه، لكن في الاخر بتلف وتدور وتوصل لايه؟ ان الكلام لازم يفضل في الكوره. للاسف مصر الكلام كله خارج اطار كره القدم، كله خارج اطار. اصبر انت داخل لا مش داخل، انا بدي بس الحته دي. لا لسه احنا لسه واحده. فنبدا بحاجه مختلفه. دي كانت من ضمن الحاجات المهمه اللي كنا لازم نتكلم فيها او نوضحها، وهنسيب له بقى هو الكلام علشان يقول لنا الموضوع ده وازاي قدر يميكس الموضوع. ابو حميد حبيبي، نقول دكتور ولا نقول احمد ولا نقول ايه بقى اللي انت بتحب تسمعه؟ تقول براحتك. انت عايز تعمل ايه؟ انا عارف ان انا بلخبط الناس معايا، بس احنا عشان احنا طبعا العشره وحبايب مفيش دكاتره هنا بقى خلاص. مفيش دكتوره، بس الدكتوره دي احنا حابين نوضحها للناس. ايه اللي دخل الشامي مع المغربي؟ ازاي دكتور وازاي بتتكلم في الكوره؟ لا والله هي القصه بس ان هو احنا عندنا في يعني مسكونسبشن كده، في حاجه ان هو الدكتور ده لازم يبقى لابس نظاره فريملس وبدله وروب عامل مش عارف. يا جماعه الدكتور ده بني ادم، يعني ممكن يبقى عنده حاجات بيحبها، بيحب رياضه، بيحب موسيقى، بيحب رسم، ايا كان، يعني هو بيحب السياسه طبعا. ويعني اكبر دليل على ده ان من اشهر الناس اللي كانت بتتكلم في السياسه على مدار التاريخ يعني في الحديث بتاعنا كان دكتور محمد ابو الغار ودكتور محمد غنيم، اللي هم اعلام في امراض النساء وفي الكلى يعني. فاحنا بنتكلم في حاجه عادي جدا ان الدكتور حلو. ان هو يكون عنده باشن، حاجه بيحبها، بالعكس دي بتقدر تخليه قادر ان هو يكمل في الشغل بتاعه اللي هو فيه ستريس جامد قوي عشان هو بيعمل حاجه اللي هو بيحبها. حلو قوي. فحته بقى تحليل كوره او مش تحليل كوره دي حاجه هي جت مش هقول لك بصدفه، بس يعني هي الظروف بتحطك قدام opportunities، فرص معينه ان انت تعمل الحاجه دي. لقيت نفسك ان انت طيب انت لما تعملها في قبول ان انت تعملها، طيب لما تعملها بتعملها كويس، قادر ان انت تاخد فيها ستيبس لقدام، كمل. لقيت ان انت دمك تقيل، ما بتعرفش تتكلم قدام الكاميرا، بتتخض في اللايف، ايا كان بقى الحاجه اللي انت بتتعرض لها، بتحط نفسك في حاجه تانية بتبسط نفسك فيها. بس الحاجه الكومن في كل ده هي الكوره نفسها. ايوه يعني احنا الشغف نفسه، يعني احنا يعني الراجل ده احنا من واحنا عندنا 5-6 سنين بالنسبه لنا الكوره هي حاجه اساسيه بالنسبه لنا، في المدرسه، في النادي، في اي حاجه. ايوه. وبنلعب وبنحب نلعب ونتبسط، بس كانت دايما هي وسيله انبساط، عمرها ما كانت وسيله خناق بيننا. ممكن نتنشن في لعب وبتاع، بس انا طول عمري زملكاوي وهو طول عمره اهلاوي. احنا جيل حضر النقله بتاعه السوشيال ميديا. صح. ايوه. كل اللي قبل السوشيال ميديا ده حاجه، وبعد السوشيال ميديا حاجه ثانيه. اللي قبله حماده واللي بعده حماده تاني خالص بقى. فللاسف حتى ان في ناس من اللي كانوا كبروا معانا بشكل معين هم تقريبا يعني هي عدوى فيروس تقريبا بيعض الناس، ان بيبداوا حتى طريقه كلامهم وطريقه تفكيرهم بتتغير. فالحاجه اللي انا بحاول ان انا افضل ثابت عليها اللي انا كنت عليه زمان وانا طفل وانا مراهق. ما ينفعش ان انا بعد ما اكون راجل كبير داخل على 40 سنه ابدا بقى ان انا يعني اعمل حاجات سوري يعني هبله لا تتناسب مع سنك، مع شغلك، مع ان انت بقيت زوج واب، والمفروض ان انت طبعا تكون مثال لاولادك. طبعا تتعصب في الكوره، تعمل كل حاجه، بس الموضوع ليه ليميتس، ما ينفعش تعديها. ما ينفعش تخسر واحد صاحبك عشان ماتش طبعا. يعني دي حاجه بحس ان هي مش تافهه، هي انت عديت مرحله التفاهه بزمان جدا, جدا يعني. لان انت في الاخر انت بتحب وانا بحب. ايه المشكله؟ ان هو في اختلاف اصلا طبيعي. وجهات النظر بقى دي لما نقعد نتكلم فيها بعقل، المفروض ان هي حاجه تاخدنا لقدام، تخلينا نكون احسن، تخلي الناس تفهمنا، ويعني لو قدرنا نأثر في 10 حلو، طيب مفيش طبعا مشكله، ده لو في واحد. فانا بالنسبه لي هي القصه كلها ان الميكس بين ان انا حياتي كدكتور الصبح وبعد كده بتكلم في الكوره، او اسافر حتى عشان اعمل حلقه سواء في النادي او في مدينه الانتاج او في وات ايفر، هي دي حاجه دي بتغسلني من جوه، حاجه بتخليني اكون مبسوط. أيوه. فانا مش شايف ان هي حاجه قد او حاجه غريبه. عايز اقول لك انا من موقعي هذا، وبما ان الدكتور كده بصم لنا خلاص بال20، انا يا جماعه يعني بص هو يعني الشيء بشيء يذكر. انا من ضمن الناس اللي يعني هو الفكره مش ان انا اجمع بين حاجتين، بس ان انا اعمل حاجه بحبها جنب المهنه اللي بمتهنها. فمن مكاننا بقى هذا انا يعني ببعت رساله لاي حد سواء شاب لسه في بدايه حياته، اعمل اي حاجه انت بتحبها في اطار اللي انت بتحبه.
يعني اللي هو اسعى على شغفك حتى لو ايا كان ايه هو، حتى لو مش بطريقه احترافيه في مش الاول بطريقة احترافية، يعني، واسعى على اللي انت بتحبه، وفي نفس الوقت يبقى ليك حياتك وليك كاريرك وليك وظيفتك ويبقى ليك الايمج بتاعتك. ده ما يمنعش ان الاثنين يتم اختلاطهم او ان حاجه ممكن تيجي على حاجه. انا من هنا انت الايكونيك بتاعي هي تزود ده كمان، ده عايز تزود بدل الكاريرين خليهم 3. لا يعني اللي انا قصدي عليه الحاجه، لا اللي قصدي عليه ان انا ممكن شغلي ده يكون انا مضغوط فيه مثلا، وبعمله عشان لازم اعمله، بحبه بس لازم اعمله. ما ينفعش، ما في حدش فينا بيصحى الصبح بيقرر مش عايز يروح الشغل. لا وانت اكيد مش ما هينفع بتحبش عندي عمليه، لا ماليش مزاج النهارده اروح. بس كلنا بنوصل لمراحل من الضغوطات، من الروتين اكيد طبعا، روتين ومضغوطين، بنبقى متضايقين، بيجي عليك مش قادر. فانت لما بتكسر الروتين بتاعك اللي انت ماشي فيه بحاجه انت بتحبها، هترجع تدي بقى اكتر من 100% اللي انت كان ممكن تديها عشان انت بقيت مرتاح. صح جدا. بس يعني هي دي القصه، ايا كان بقى الباشن، هي نعمه من عند ربنا اصلا ان انت تعرف بس ايه الحاجه اللي بتبسطك. ايوه بالظبط. دكتور في ايه تخصصك؟ لا دي كده حلقه طبيه بقى، دكتور سعيد حساسين وبتاع عشان انتوا طولتوا قوي وانا سايبكم. ما نبتدي مبروك بقى انا فيهم بقى. مبروك ارسنال ولا مبروك زمالك؟ خلينا في دي عشان دي بص دي شبنه بعد شقه. انت شعرك ابيض وشعرك ابيض وشعرك 2004 دي كنت في ثانيه ثانوي، انت فاهم؟ يعني نبدا بمبروك ارسنال. طبعا مبروك ارسنال يا باشا. لا الله يبارك فيك، ده كفاره. كفاره جدا. وانا معاه، بس انا يعني مش لابس ارسنال النهارده، بس يعني انا معاه. لا انا مبروك عوده الجنرز مع الارسنال طبعا. يعني بص اقول لك على حاجه، هو ارسنال ده هي المشكله، بس ان الناس عندنا ميس كونسبشن برضو تاني في مصر ان انت لازم تشجع الفرقه اللي بتكسب، فانت عمال تلف مع الفرقه اللي بتكسب. صح. انما لا، انا بشوف ان انت هي بتتخلق وانت صغير، بتشوف فرقه مثلا معينه بتتعلق بطريقه لعب معينه بشكل معين، تحس ان هو ايه ده بجد. هي دي الكوره دي بجد، الكوره دي موجوده في الحقيقه، يعني مش بلاي ستيشن مثلا. فالبدايه كانت مع جيل اللي هو من قبل هنري كمان، ارسن فينجر ودانس بيركامب، هم كانوا الاساس بالنسبه لي يعني. ايوه. فلما انا اشوف ده من 97 ل 2006 لنهائي الشامبيونز ليج، وبعد كده يبدا بقى الديكلاين المرعب ده 20 سنه، انا كنت وصلت لمرحله ان هو خلاص هي مش هتحصل اكيد. ما خلاص يعني خلاص انت اخد بقى سكه الفرق اللي كانت بنسمع عنهم بقى واحنا صغيرين، اما كان اهالينا يقولوا لنا ايه، ان ويست هام كان جه هنا كان اخد بطوله اوروبا وجاي. ايوه صح، كانوا بيلعبوا الاهلي على الزمالك مع بعض ميكس وبيكسبوهم 5. انت بقى فاهم، تتكلم بقى على الكلام ده، يقول لك نوتنجهام فورست، ايه ده، هو فين ده يا جماعه؟ ده في الدرجه الثانيه، ده اخد شامبيونز ليج. ده واخد. قلت بس هو ارسنال ده اخد السكه دي. قعدنا 10 سنين من 2006 2016 تقريبا، اللي هو فتره لما فينجر نقلوا الامارات، بيكارك بس عشان يفضل يوصل شامبيونز ليج، وكنا مش عاجبنا. لما مشي دخلت بقى انت في سكه تانية، ان انت حتى ما بتروحش الشامبيونز ليج، دايلاما صعبه قوي. فانت عمال تنزل لغايه لما الله يبارك له الحاج ارتيتا. بس عانى بقى يعني، هو عانى واحنا عانينا معاه برضه يعني مع الواحد يعني. بص هو طبعا هو العريس، فاحنا ايوه طبعا لازم ايه. لا هو تعب جدا مع لازم ان هو يوصل للحته دي. وبعدين هو بصراحه يعني احنا كلنا حبينا ارسنال عشان الكره الحلوه اللي اختفت السنه دي، بس معلش انا كنت جاي لك صباح الفل. أيوة خلاص انا تعبت كوره حلوه، انا عايز اكسب يا عم. مش باين صحيح ان الكوره حلوه، عايزين نكسب دوري يعني. عايز اكسب. ما حلو، بس انا كنت جاي لك بقى في سؤالي، انت متعلق بالارسنال اكيد زي اعتقد يعني، لان احنا نفس الجيل بالظبط، فانت متعلق اكيد بكره الارسنال الحلوه الممتعه والسكواد اللي كان مرعب زمان، فاهم؟ في لعيبه تقيله قوي، مش تقيله بس لعيبه تقيله، منتخباتها تقيله يعني، فاهم ازاي؟ اللي شفت برده جامد قوي ان انت السكواد بتاع الارسنال دلوقتي مش هو اقوى سكواد في الدوري الانجليزي، ويمكن مش اقوى تاني سكواد في الدوري الانجليزي حتى، ده رايي يعني. انت ايه رايك يعني؟ بص مراكز لا انت برضه عشان تكون فير يعني، انت عندك حاليا احسن حارس مرمى في الدوري الانجليزي. دي الوحيده، هي دي الوحيده اللي هو فرق مع الارسنال قوي. انا شايف ان هي انت عصب اي فرقه، حارس مرمى ومساكين وهاف ديفندر ومهاجم فينيشر، دول كده لما يبقوا القضيب ده كده موجود، تقدر بقى تتكلم العمود الفقري في اي حاجه تانية. يعني انت ارسنال من بعد ليمن شاف شويه جلاخه في حراس المرمى بصراحه، من اول المونيا لفابيانسكي. شيزني برضو ما كانش المونيا تقريبا كان حلاق يعني، كان كل شويه تلاقيه فاهم ضايب اصفر والله العظيم يعني انت بتتكلم مش عارف، يا اما هو عنده صالون حلاقه. شفنا سواد، وحتى يوم ما قلت الدنيا نورت جالك بيتر تشيك، جالك وهو مخلص. صح. فلما رايا جه
وبعدين على رامسديل اللي هو كان ممكن رامسديل يبقى حارس برضه. مرمى كويس، بس دايما انت بتتكلم في حارس مرمى كويس، مش توب كلاس، مش وورد كلاس. فرايا لما جه بصراحه انا في الاول كنت حاسس ان هو يعني عادي ماشي، بس لا هو بيتحسن وبيتطور وعنده ميزه مش موجوده عند حراس مرمى كتير جدا. بص انا من مدرسه انت يعني على قديمه شويه، حارس المرمى يصد وبعدين نتكلم. ايوه صح تمام، فما تقوليش اصل بنا اللعب وهبدا من تحت. صح مفيش رجلين انت يا مع الناس عم اللي هي الحاج، دلوقتي طالعه فعلا على السوشيال ميديا كله يقول لك هو انسى حته جوارديولا الرجلين عمل نشر القصه دي ونوير وهو نفسه ونوير وهو تخلى عنها لما جاب دوناروما ما بيعرفش يلعب برجله خالص. حارس المرمى الاساسي يصد. صح. طب انا دلوقتي عندي حارس مرمى بيعمل لي سيفز كلينيكال بتخليني بكسب ماتشات تايت قوي، ببقى كسبان فرق جون فانا ممكن اتعادل، متعادل فممكن ابقى خسران، واخرهم الكره بتاعت وست هام، قبليها الكره بتاعت مينتف في ماتش برايتون. الكور دي انا ما كانش عندي حارس بيعمل لي ده وبيعملوا لي اكتر من مره. حط عليها بقى حاجه تانية، اخطائه قليله يعني ما بيعملش دايركت ايرور. الكوارث الكوارث دي بتاعت حراس المرمى مش موجوده. عارفها مع نسبتها ضئيله. انت هتقول لي عارفها ما عندوش الحته دي. هو حارس مرمى اصلا بقى يا جماعه عشان بس هو بيضحك يبقى برضه يسلمه. لا ما فيهاش يعني هو اكتر واحد على لا يعني هو انت فكره الدايركت ايرورز من حارس المرمى دي اللي هي بتتسبب في جون من الولا حاجه. سيبك من ان هي الكره الصعبه اللي بتدخل، لان هو تو كاتيجوريز. في جون هو هيصد لك الصعب ويدخل فيه السهل كله، وده لان هو البيزكس عنده اصلا، هو عنده ريفلكسات بس هو ما عندوش بيزكس. وفي حارس مرمى هو هيصد البيزكس و10 على 10 بس كل كره خطر هي جون، زي ادرسون كده مثلا. مفيش حته المنقذ يعني السيفر دي مش موجوده. احسن حارس مرمى بيلعب برجله منافسه مع نوير، ويمكن هو حريف بقى عن نوير، اخف من نوير حته برازيلي. بس تعالى بقى اي كره خطر كانت بتروح على السيتي جون طبعا. يعني الكره اللي هي انا محتاجك بقى اللي هي الكره اللي هي نسبه التصدي ليك 10%، ماتش هتقلب ماتش خلاص. لو هتصد انت رجعتني. ولكن هو كان مش بيتكشف لان طريقه لعب جوارديولا الهيمنه المطلقه على الماتش اصلا بتخلي ان هو يا عم حتى لو دخلت صباح الفل صح، بس ضيعت منه شامبيونز ليج كتير طبعا يعني انت فاهم. فانت بتتكلم في ان هو لا حراس المرمى انا شايف ان رايا هو الافضل. تمام، عندك جابرييل ماجالس وصليبا هو ده احسن دويتو في الدوري. طب مين افضل فيهم؟ سؤال في السريع كده. السنه دي ولا قبل كده؟ لا انت رايك كمان مين افضل فيهم؟ هو السنه دي لغايه قبل السنه دي انا كنت بشوف صليبا كمدافع متكامل عن جابرييل، بس السنه دي لا صليبا نزل شويه وجابرييل بقى اعلى. انا بقى عايز دايما في الحته دي اقول حاجه للناس، دايما حته التقييم دي انا بالنسبه لي انا ببقى مقيمهم مستواه يختلف ينزل، هقول لك ده نازل لاسباب، ده مش عارف انا بقول لك لكن انا بقول لك في العموم انت شايف مين افضل؟ انت كده شايف صليبا افضل. انا احب صليبا اكتر بس الحته الباشن والقلب اللي عند جابرييل اعلى بكتير. القياده دايما في المساكين بيكون ليها عامل السحر طبعا. يعني ممكن مساكي يكون اضعف فنيا بس شخصيته قويه يفرق مع خط الظهر، مرعب وبيدي ثقه للفرقه الثانيه ولفرقته. يعني هو وجوده في الملعب هو بيدي ثقه لفرقته. حاجه بتخلي ان انت اللعيبه اللي جنبك عايزه دايما تبقى جاهزه صح. وما ينفعش تغلط لان في وحش جنبهم صح. فصليبا هادي شويه، جابرييل هو الشعنون اللي موجود في الملعب، بس هم كثنائيه متكامله ممتازين بصراحه يعني بصراحه. لا يعني فانت بتتكلم كسكواد، هي انت ممكن اعدل لك حته فيها هي الدبث بتاع السكواد، عمق تشكيله ارسنال مش اساسيين ارسنال او التبديلات العاديه بتاعتهم. انت هم على الشعره يعني انت اصابه جابرييل وصليبا تعمل مشكله. موسكيرا بيأدي، هينكابي بيأدي، كالافيوري اوقات بيأدي لما بيلعب مساك، ولكن هم في حته تانية غير السيتي باني عليهم. انت باني عليهم، انت ما تعرفش، انت عادي ممكن الفرقه كلها تتصف فجاه يطلع لك واحد من اللا شيء احسن لعيب في الفرقه وبيلعب بنفس النمط ونفس فالعمق بتاع سكواد السيتي اقوى طبعا لا ده اكيد. ولكن اللي في ارض الملعب لا الثبات بقى في دلوقتي في هارموني بقى بين هو انت المشروع برضو بقى له 6 سنين صح. هي كان لازم يحصل صبر يعني عشان ايه مثلا كان خلاص ولا من اصلا لعبت وحش ومن الستة انت بقالك 3 بتبقى راكب الدوري وماشي وتيجي قبل في الاخر الامطار الاخيره دي كانت هتبقى يحصل رعشه في الفرقه. ابريل كان بيخلص علينا على طول. بس انا بالنسبه لي انت هتيجي دلوقتي انت كارتيتا السنه دي تخليت عن الكوره وقررت ان انت عايز تكسب اجلي فوتبول بقى مش اجلي فوتبول. انت ما كانش ينفع ما تكسبش صح، لان خلاص. انت لو ما لعبتنيش كوره وما كسفتنيش يبقى ناقصها بقى خالص. وانا وجهه نظري ان الضغوط اللي على ارتيتا، لان ارتيتا مدرب كان لاعب في الفريق وارتيتا اول لاعب في حقبه البريمير ليج الجديده
ياخد الدوري كمدرب. فهو كان كابتن ارسنال ولعب في ارسنال ومتعلق بارسنال جدا، ويوم ما جاله الاوفر بتاع ارسنال ده كان في الكلوز بتاعه مع السيتي ان هو ارسنال جالي انا امشي. فكل ده الباكج دي كلها مع الباشن اللي بنشوفه منه على الخط في كل ماتش، مش هقول لك ماتشات دي حقيقه، مش بقول لك هو اتحمل ضغوط وهو نفسه هو يعني ارسنالي، هو واحد ارسنالي مشجع قاعد معايا على الدكه. فهو اظن ان هو بعد لما هتشيل من عليه بقى الضغط بتاع حققنا ده، تعالوا بقى نرجع نلعب كوره تاني واحنا واثقين في نفسنا. احمد فكرك هيعمل الاستمراريه، يعني هيكمل على نفس المستوى؟ ممكن دوري تاني، ممكن يبقى فيه ممكن ان هو جاله هديه احلى من الدوري. جوارديولا ماشي النهارده صاحب الحق ودعنا جوارديولا، ودعنا صلاح. لا كان كله توديع. لا هو انت دي حب. بص وحتى برناردو سيلفا هي حقبه كلها توديعات انتهت في الدوري، حقبه منافسه كلوب بجوارديولا في بريمير ليج جديد بشكل جديد. دي انا شايف ان دي حقبه جديده، وان انت اللي كسبان الدوري ده صح. لازم تبني عليها. ماريسكا هيبقى جاي بيجرب لسه وبيتحسس خطاه، هو مدرسه جوارديولا برضو، نفس المدرسه صح، ولكن هيبقى لسه بيتحسس خطاه. تشيلسي بيجرب مع واجهة جوارديولا فين؟ اظن هيريح سنه. معقوله؟ مدربين كتير لا مدربين كتير لما بيوصل كده. لا اول ما ساب برشلونه قعد سنه في امريكا ما بيعملش حاجه. ده الايكونيك بتاعي ده. بص اصل هو جوارديولا ده لا جوارديولا انا وجهه نظري اعظم مدرب في التاريخ. ايوه بس هو انا معاك مليون في المية ان ده المدرب الوحيد اللي عمل حاجه انت شفتها فعليا، ومش عملها مع فرقته بس، لا ده مع كل الفرق في منظومه الكوره كلها. لا وعمل حاجه تانية، هو المدرب الوحيد اللي بيغير جلده. صح، يعني كل المدربين ليهم لاين، يعني مورينيو ليه لاين، ولما عطل خلاص. يعني مش عارف بقى هيرجع ريال مدريد هيعمل ايه يعني، بس كل المدربين ليهم لاين. ارسن فينجر كان ليه لاين، ولما طلع مدارس جديده قدرت ان هي تكسبه. انما هو كل ما يحس ان هي بتفرط منه تلاقيه غير جد عادي، ما عندوش ادنى مشكله. يعني هو عمره كان بيلعب بمهاجم تارجت مان، فجاه لقيناه جاب هالاند وحور اللعب، خلاه ان هو بيخدم على هالاند. صح، طول عمره انا عايز حارس المرمى اللي بيلعب كوره، فجاه لا امشي ادرسن بقى وتعالى لي دوناروما. عايز حارس مرمى بس. جاله وقت كان بيطير الباكات بتاعته ايام داني الفيز وقلبه والناس دي كلها. هو بيغير نظرته في اللعيب اكتر، هو بقى بيلعب 4 سنتر باك يعني. هو بقى بيحط في الدفاع 4 سنتر باك، ما بيحطش رايت باك ولا ليفت باك، وبقى ويدخل واحد منهم يبقى انفيرتد ويدخل في نص الملعب. شفناها مع ستونز، وشفناها مع جفارديول، وشفناها مع اورايلي السنه دي. فهو واحد بيطور هو ففكره ان انت اصلا تكون متجدد وبتخلق لنفسك دوافع. انا شايف ان هو جوارديولا في حته، وفيركسن طبعا. يعني انا راجل ارسنالي، بس انا ما ينفعش ما احترمش حاجه اسمها اليكس فيركسن. كان بيكسب اي حد. طبعا. لا ودي الحاجه اللي كنا لسه بنتكلم فيها بقى، ايدنتيتي المكسب. يعني الفرق انواع، في فرق ليها ايدنتيتي فوتبول، يعني زي ارسنال، زي برشلونه، زي اياكس، زي الزمالك، زي اسماعيلي. فرق ليها طريقه لعب وبيحاولوا يخلقوها في الولاد الصغيرين. في فرق بقى تانية عندها ايدنتيتي المكسب، انا هكسب بالتولز اللي معايا باي شكل. صح. الاهلي، ريال مدريد، مانشستر يونايتد. فهي في فرق، بايرن ميونخ كده، بايرن ميونخ ما عندوش طريقه لعب. اليونايتد بالنسبه لي كانت هي اكتر واحد رقم واحد في الدوري الانجليزي. احنا جيلنا كان الراجل ده من بعد ما مشى احنا جيلنا كان ارسنال ومانشستر بالظبط كده. هم دول جيلنا ارسنال ومانشستر يونايتد. يعني طموحاتي اتدمرت. يعني دي كانت الخناقه كانت دايما بيركام ولا بيكهام. يعني أيوة. بعد كده هنري ولا بيكهام، روني ولا هنري. انت فاهم، قعدنا في ده سنين طبعا. وممكن هيبقى فيه ولاد شباب دلوقتي تين ايجرز اللي احنا بنتكلم عليه ده هيحس ان هو ايه ده انتوا بتتكلموا على ايه. لا هي الكوره كانت احلى جدا بكتير والله. كانت سهله يا احمد، بس كانت احلى بكتير. في كوره احنا دلوقتي بقينا في روبوتس اكتر في الملعب. اللعيب المهاري المدرب بيقفش عليه ويقعده، زي ما ايزي اتقفش عليه وقعد. يعني أيوه. ان هو ليه وزي ريان شرقي بتشوف انفعالات حتى جوارديولا عليه دايما في الملعب، بس هو يستاهل. كان بيعملها مع محرز. صح، هو عمل كده. يعني هم يعني المدربين والتاكتكس دلوقتي خلاص دلوقتي غالب اكتر. فمهما كانت تنافسيه شديده، على فكره احمد كورتنا كانت احلى. ده بيضيع جماليات الكوره. يعني انا مش قادر استوعب ان هي لاعب زي ميسي مهارات ميسي مش هشوفها تاني. يعني حتى ما تقلبش علينا المواجهه بقى. حتى يامال لما طلع بقى عشان هي يعني لامين يامال برضو هي دي مواجهه بالنسبه لنا كلنا، بس برضو مش هيسد الخانه دي. لامين يامال مش هيسد الخانه دي ايا كان اللي بيعمله. لو بيشقلب كده وبيمشي على الحيط بيكيفني قوي. بس جيت في مره كده وانا بشوف حاجاته، خبطت في فيديو لميسي زمان
فيديو في ماتش، مش هقول لك كومبايليشن، مش مجمعين له، هو أيوة. ماتش واحد. ماتش قعدت اتفرج. هو صغير ولا هو كبير؟ لا في اول جوارديولا في البوم بقى. لا يا جماعه، هو مش هيتكرر تاني. ايوه ما بالظبط، مش هيتكرر تاني، احنا نسينا بس. ايوه انت او الفنا اللي هو بيعمله فبقينا شايفينه عادي. صح. انما هو دلوقتي بقى هتحس بالفرق دلوقتي وهو مش موجود. لا وانا بدات احس ان عندك فعلا خلاص يعني ما مشي من برشلونه خلاص بالظبط، بس كده مش انتهت المتعه يعني، غابت المتعه. حتى لما راح شويه في الدوري الامريكي برضو هو بيدي حتى ولو على الواقف بربع جنيه. خلي بالك اقول لك حاجه معلش، حتى نيمار برضه ستيل متمتع. حتى نيمار لما مشي من برشلونه وانتهت متعه كبيره في برشلونه. نيمار جات له فتره في برشلونه دي، هم الاثنين وسواريز معاه، مش هم الاثنين مع سواريز كان انا شايف بالظبط ان دي كانت لا ده ثلاثيه تاريخيه ما تجيش في حته، ما شافتش ربايه يعني، ما شافتش ربايه بجد. لا هي مش موجوده ولا كانت موجوده. سواريز ده كان المهاجم الوحيد اللي بيخرج من المدافعين وهم قافلين رجليهم. ايوه يعني هو ليه مجموعه خرام والرجل مقفوله، مع انه مش بيفتح الرجل. سواريز عنده كوره وكل حاجه، وتلاقي الكباري بتاعته مش ممتعه، بس هو بيخرج من بره. هو انت مش فاهم حصل امتى. هو بسن الجزمه تلبسه قاعد وكتير منها المدافع بيفضل واقف، هو ما حصلش يعني اللي هو خلاص عدى وماشي بالكوره. لا هو بيتثبت فعلا ويبص وراه دايما المدافع، خلاص رجليه خبطت في بعضها، فاهم خلاص هو خلاص حبيبي عدى. لا احنا هنفتقد كتير قوي. وبعدين انت ميسي في كاس العالم اللي فات اللي هو كان اوريدي هو كبر خلاص 2022. لا هو اتضرب لما بان له صاحب ومحدش عارف ياخد منه الكوره. حصل يعني في ماتش استراليا ده كانت معجنه في نص الملعب، كانوا بيقتلوه. وبعدين كونه في سنه ده برضو اللعيب دايما كل ما بيكبر بيقرب من الجون، ما بيبعدش عن الجون. بس معلش بقى ميسي دفعتنا، عشان انت في فرق سنه، فميسي دفعتنا، فدي حاجه يعني هو في النص بيني وبينك. هو قد هو قد 7. طب ما انا 7 وانا كام؟ انت 7 انا فاكر 6 والله. انت دفعتك هي اللي كانت 6. لا ابتدت فعلا تحركاته بقت تبقى قليله. هو بس مش كده بس، لا هو بقى مش منطقي ان هو ينزل ياخد الكرة من مكان نمرة 6 يعني. هو بينزل بيستلم الكرة منهم وبيبدا اللعب. يعني رونالدو لما كبر عمل ايه؟ اتمركز في ال 18 وانا هجيب جون من اي حاجه. صح انت فاهم. انما بقول لك ايه، كاس العالم اللي فات ده اللي اخدته الارجنتين، تحس ان ميسي انا فيها لخفيها. انا كاس العالم ده حتى لو هو بالنسبه لي اخر كاس انا مش هطلع من غيره. لا كان بيعمل كل حاجه في الكوره، وكان بيعرف يقسم، بيعرف يقسم يحرك اللعيبه يعني ويخش جوه 18. هو ميسي مش مجرد حريف، هو ميسي حريف ذكي جدا. هو انا مقتنع ان هو اوتستيك على فكره، هو عنده حته توحد لان هو مجنون. هو اكيد الناس اتكلموا مش مجنون، بس هو اكيد يا اما مجنون، ما فيش حد بيعمل في الكوره كده. اكيد الوقت عامل الوقت عنده الثانيه بتاعته غير بتاعتي. ده على فكره يعني انا ثانيتي عنده 10 فسروها علميا، وانت هو اكيد بيشوف حاجه احنا مش غير اللي احنا بنشوفها. مجنون. ان كان في جون جابه في ريال مدريد، بيبي لمس الارض مره كان هو لمسها 3 يعني وهم بيشفتوا بيرحلوا اللعب مع بعض. هو بيبي بيرحل ترحيله، هو لمس الارض 3 مرات، اخذ 3 خطوات، هو التاني لسه بياخد خطوه وهو بياخد خطوه. فحتى بيبي كان ليه دوكيومنتري كده بيتكلم عليها، اللي هو بيقول لما تشوف هو بيحرك رجله بسرعه ازاي انت تفهم احنا ليه احنا مش قادرين. ما بنحقوش مش عارفين نجيبه. هو عنده حاجه سبقك. هو دي حاجه بقى، هي بقى ايا كان سببها، بس احنا اتمتعنا بيها بتاعت ربنا كده واتمتعنا بيها سنين، فاحنا محظوظين طبعا. فالكره اختلفت، هي بقت بلاي ستيشن دلوقتي. وما قبله طبعا رونالدينو. لا طبعا الجيل برضه الفتره بتاعت رونالدينو بقى رونالدو الظاهره والكلام ده، بس كان مفهوم يعني. بص اصل انا خلي بالك ده نقطه ضعف اللي انت بتتكلم عنه ده. يعني اللي هو احنا اصل رونالدو ظاهره، انا نازاريو. ده اللي لبسني، ده لبسني في حياتي. ده هو ده اللي شجعت برشلونه بسببه. انا ده ماشي وراه يعني. راح انتر، شجعت انتر. لا انا ما شجعتش انتر، انا حبيت انتر وهو بيمشي كان رونالدينو داخل بيسلم مكانه في برشلونه، ففضلت مكمل مع برشلونه. في جاب ماشي، ما هو في جاب، بس انت بتتكلم من 97 ل 2004. انا وقفت الفتره دي، ما بقتش بشجع برشلونه لما ده انا كنت ماشي وراه. في شمعه. انت مش فاهم. هو يتمشى وراه الصراحه. لا يا جماعه ده مش هيتكرر. بس انت لو بصيت للملاعب اللي هو كان بيلعب فيها وبيعمل فيها اللي هو بيعمله، صح. لا كان صعب. لو بصيت للمدافعين اللي هو كان بيلعب عليهم، لما مالديني يقول ان اصعب لعيب لعبه او لعب عليه كان رونالدو البرازيلي، مع ان هو لعب على مارادونا. رونالدو كان نقله في تاريخ الكوره، اللعيب الحريف السريع، مفيش سترايكر حريف كده اصلا. محدش بيعمل ده وهو بيجري، لعيب صندوق كده، محدش بيعمل المهاره دي وهو دايس الار1. ايوه يعني لازم هيرفع يشيل صباعه ويهدى. هو ما كانش بيهدى. ما بيوقفش. وانا شايف ان اصاباته على فكره دي كانت اصابه
يعني الحركات اللي هو كان بيعملها لا ما كانت كانش سببها طبيعي، إصابات. ما كانش طبيعي لا وهو برضو يعني مورينيو اتكلم عليه ان هو لما مورينيو كان مساعد بوبي روبسون وهو جه برشلونه، قال لك هو مثال للشاب البرازيلي اللي جاي من البحر، ده ما فيش تمرين وانا ماليش دعوه بحاجه، جالهم على يوم ماتش السوبر مع اتلتيكو مدريد مش متمرن. أيوة. بوبي روبسون قال لهم هيلعب. يا عم الحاج يلعب فين ده ما بتمرنش؟ هيلعب. فقال له ما خلاص شوف. قال لك نزل ما اتمرنش معانا وجاي سهران اصلا وبتاع، نزل جاب جونين. سمعتها في بودكاست برضو حد من الناس اللي انا متابعهم قوي، يعني الناس الجميله في الكوره، لؤي فوزي. انت بتقول لي عليه على طول ده. لؤي فوزي ممتاز، عمل بودكاست المحنكين ده جامد جدا. ولؤي فوزي برضو من الناس اللي اندر ريتد قوي في موضوع الكوره، بس بيتكلم في الكوره بشكل محترم قوي، وبيجيب تاريخ واحصائيات وبتاع. قاعد برضو اتكلم عامل حلقه عن رونالدو نازاريو بس تاريخه من ساعه ما ابتدى لحد ما بطل كوره، وفي الموقف بتاع البحر ده. لا انا سمعتها من مورينيو نفسه بقى. ايوه يعني هو كان طالع في دوكيومنتري بيتكلم عليها هو نفسه، وانت كنت بتتكلم على ان هي طريقه لعبه والترنات السريعه بتاعته في الارض اللي كانت معفنه في ايطاليا، وهو ما كانش بيهتم بالتمرين ولا بالبناء العضلي والكلام ده. فده اكيد هو ده طبعا سبب، بس في الاخر على الاقل شفنا كذا سنه منه كويسه. وهم اغلب اللعيبه البرازيليين على فكره ما فيش استمراريه، يعني كلهم يعني رونالدينيو 5-6 سنين، هو 5-6 نيمار نفس الكلام. نفسي اعرف ايه الميكانيزم، الالتزام، ايه المينتاليتي، مفيش التزام. هو واحد اقرب ناس للعيبه المصريه على فكره. روماريو كان اكترهم بقى كمان. ده روماريو ده احنا لسه اتحرمنا منه في 98. لا ده متعه يعني عشان جبار روماريو ده على فكره. يعني 94 احنا كنا صغيرين شويه، فيعني ممكن او مش واعيين قوي لفكره الكوره، بس لا روماريو كان رهيب. واستبعدوه في كان زاجالو وزيكو، كان عنده مشكله مع زيكو، كان المساعد بتاع زاجالو في 98 واستبعده وخد ادموندو ده كانوا النيك نيم بتاعه الحيوان، كان اسمه النيك نيم بتاعه الحيوان. استبعده واخد ادموندو مكان روماريو، وكانت كارثه وقتها. رجع في 2002 هو اللي اهل البرازيل اخر ماتشين، جاب هاتريك في هاتريك وكانوش هيوصلوا صح. وراح سكولاري استبعده واخد رونالدينيو. لما رونالدينيو بقى راح كسر الدنيا هناك، كان لسه ويرور برضه. فهي اللعيبه البرازيليين طول عمرهم عندهم الحته دي صعبه. التوب مهاره في البرازيل كلهم مفيش التزام ومفيش عقليه ومفيش الكلام ده. احنا رحنا حتت كتير على فكره عشان الكلام عندهم لسه بس كمان قد ايه؟ كمان اسبوع عشان يكملوها بقى. يعني هي بعد المكسب بتاع الدوري ده هي فيها طبعا الدوري راحه. لا مش فكره راحه بقى، الشغف اصدق. ايوه طبعا. لا والدوري راحه خلي بالك، اصدق وبقت ماتش راجل لراجل بقى خلاص. تعالى لي اقول لك ليه بقى في حته الراحه دي. هو لو كانت غلب هتديهم حافز مش طبيعي على فكره، هيروح محبط. ايوه طبعا اول درجه كبيره، ده حافز مش طبيعي ليهم. ايوه طبعا انريكي عامل فرقه جامده قوي، عنده سكواد رهيب. عندهم هو لما تخلص من مبابي بقى عنده التزام غير طبيعي، ان هو يوصل ان ديمبالي بيقول، المذيع بيقول له انت جريت كتير ورجعت سنه الدفاع، قال لهم عشان لما جريتش هقعد. احسن لعيب في العالم السنه اللي فاتت. أيوة. فانريكي خلق حاله مختلفه في باريس. بس ارسنال بالالتزام اللي موجود دلوقتي، بالفرحه اللي هم فيها والنشوه اللي هم فيها والجماهير اللي هتبقى. طب احنا بنختم ارسنال كده. انت عايش في حلم لحد دلوقتي. واحنا بنختم ارسنال يا دكتور، عايزك بقى تقول لي افضل 5 لعيبه في الارسنال. اولهم ديفيد راي. انا دلوقتي انا متفق. افضل 5 لعيبه بعد ما السيزون انتهى في سيزون الارسنال ده، مين افضل 5 لعيبه في السكواد وكانوا مؤثرين؟ طبعا هو طبعا السؤال ده انت هو ديفيد رايا. انا مع ديفيد رايا، رايس ماجالس، دول حاجه كده ايه لا تمس. 3 يعني تمام. انا معاك فيهم دول تماما. في لعيب الاصابات عطلته كتير، بس انا شايف ان هو كان مهم جدا السنه دي، تمبر. دي حقيقه. يعني هو ممكن باك رايت مش بالشكل الممتع اللي احنا بنحبه، بس هو مؤثر وملتزم لاقصى درجه. حقيقه. صليبه طبعا لا غنى عنه. اصابات ساكا السنه دي خلته ما يكونش مؤثر للدرجه. يوكريش ما ورناش يعني ان هو الحاجه الرهيبه. ايزي ما خدش فرصته لاقصى درجه. فيعني لو هنتكلم في لعيبه فعلا اثرت على مدار السنه، هم ال4 دول. وانا لازم احط تروسار، لان الراجل الطيب المحترم ده اللي جاب جون واستهان. الاندر ريتد ده. لا جون واستهان. هو بقى بيكلمك بمشجع، جون واستهان. انا اليوم ده انا بالنسبه لي يقيني ان هو انا لو هيحصل حاجه هتبقى عن طريق ده، لان هو اللي عنده حاجه مختلفه. شويه الحته الحلوه اللي هي ما بنشوفهاش. حتى لو مستواه
متذبذب على مدار السنه. بس لا، انا واحد قدر يجيب لي الجون اللي حسم لي الدوري في الوقت ده، ما ينفعش ان انا اخيرا بقى عشان ننهي حته الارسنال دي ونخش بقى على الزمالك برضه، نبارك لك عليه ونخش بقى في كلام مختلف شويه. بس شايف التدعيمات يبقى شكلها عامل ازاي في ارسنال؟ يعني انا مثلا عن نفسي انا بشوف ان الارسنال اول حاجه لازم يبص لها الخط الامامي عنده بمختلف المراكز بتاعته، يعني لازم يبقى فيها دعم بشكل كبير قوي. انا بشوف كده الصراحه. لا، لو انت اتكلمت في اكتر مشكله كانت عند ارسنال طبعا وفي مراكز تانية، لكن انا يعني سرعه بناء الهجمه كانت بتتعطل بسبب زوباميندي. زوباميندي لعيب كويس جدا على فكره، ولكن انا عايز لعيب نمره 6 شبه رودري اللي موجود في الدوري دلوقتي وعنده الحته دي. هم 2. نمره 1 إليت أندرسون بتاع نوتنغهام، ده في حته لوحده، واظن الخناقه عليه هتبقى اقوى من ارسنال بكتير. وادم وارتون اللي في كريستال بالاس. ادم وارتون ده يعني دول اللي ممكن يغيروا شكل نص ملعب ارسنال بشكل ليه الخناقه تبقى صعبه؟ لا اندرسون لا هو اصلا ما بيدفعش، هو ما بيخشش خناقه. هو السيتي عايزه مبدئيا يعني السيتي عايزه. السيتي عايزه. طب كل سنه طيب. ما انا بقول لك الخناقه اكبر مننا بكتير، فمش يعني فانت بتتكلم ان هو إليت أندرسون مختلف، وارتون برضو لعيب كويس قوي، فدول هينقلوا الفرقه نقله تانية لما يكون عندك نمره 6 بروجريسيف بيعرف يطلع بالكوره وبيكسر خطوط بالباصات بتاعته او بنقله للكوره، ويقدر يسند مع رايس اللي اتهلك طبعا. تمام. ومحتاجين لعيب نمره 8 او نمره 10 بروفايل غير اوديجارد. خلاص يعني هو لعيب منفذ كويس جدا، لعيب محترم، شخصيه كويسه، ابن ناس يعني، عريس حلو يعني. لا بس انا بقى مين بقى اللي هيديني الحته المختلفه؟ مين هيعمل لي اللي فودن بيعمله مع السيتي في اوقات كتير، صح. اللي شاركه عمله في اخر السيزون. انا عايز اللعيب اللي هو يغير لي شكل الفريق، ومحتاج وينج ليفت بينشر يعني عبث في الحته الاماميه دي. انا محتاج وينج ليفت. وبعدين انا على اللي انت لابسه ده يعني دوكو هو الوينج الوحيد في العالم اللي بيروح كده. ايوه يعني هو بيجري بسرعه ويجي لك كمدافع. فهو فيلم رعب داخل على المدافع. طبعا. كل الوينجات دلوقتي الحمد لله بسم الله ما شاء الله يستلم يدي ظهر المدافع ويروح مريح الكوره ويروح في المساحات الفاضيه. ففكره ان يبقى عندي وينج، انا دلوقتي عندي مارتينيلي وتروسار. مارتينيلي كفايه قوي، تروسار يقعد ويبقى احتياطي ويبقى معاه يجي وينج يعني محترم. بتتفق معايا في حته الهجوم تقريبا لازم حاجه تفوق الفرقه وتعمل خط نص تعمل اختلاف بفرق. خط نص هجوم ومحتاج باك ليفت. احنا ما عندناش باك ليفت. لا خالص، هو مفيش غير الكالافيوري بيأديها واصاباته كتير ومش بتاعته. عايز باك ليفت. صح. يعني لويس هال مثلا ده برضو ده باك ليفت يعني هو مميز، ده صغير مميز ومش اخد حقه قوي يعني. بس فهم دول الثلاث مراكز اللي هم فيهم. ان شاء الله نبارك لك اخر الاسبوع ده على يعني ان شاء الله نشوف الشامبيونز ليج هيروح على فين ويجمعنا حلقه ثانيه للارسنال ان شاء الله باذن الله بوجودك اهو. واحنا بنسجل اجيب لك تورته فيها نيجي تورته ونقطع تورته نقلب الدنيا هنا وهنمشي اسلام اصلا بيقول لك مانشستر وبتاع ما يقعد. لا بس الراجل روح رياضيه يا عم. لا والله مبروك والله. لا حبيبي ده خلي بالك احنا عشان جايين من حته بعيد مع بعض والدنيا لسه علينا مع بعض، المفروض نبقى حاسين ببعض. ده حقيقي يعني. وبعدين اصل انت خلي بالك، هو انت دلوقتي يونايتد مانشستر فين صح اكتر فرقه دلوقتي غايبه عن التتويج خالص. بقت اكتر فرقه خلاص بعد ده ملوش حل برضه. ادالك واحده يعني قال لك بس اسلام حبيبنا وبتاع مش عارف ايه ومديك واحده. على فكره انا ما برضاش اظهر على الجروب لان انا بشفق على عماد. انا يعني عماد بالنسبه لي ما تشفقش على عماد بالذات. هو الكفر بتاعنا عماد بالذات ده جروب لا تشفق عليه. هو مقدم سبت وحد. ايوه ده مش موجب مع الناس كلها فضميرك ما وعينه جميله بترشق. لا يا جماعه ده كفايه الاستيكر بتاع كونيا يا جماعه. هي الرقصه بتاعت كونيا دي خلاص كده. والله انا بخاف من عماد. انا بخاف من عماد لما بشوفه وقت ماتش فرقه بشجعها وهو الحمد لله احنا عكس بعض في كلها. يا عمده واحده علينا بالله عليك. انا ارسنال، الزمالك، برشلونه، هو ريال مدريد، مانشستر، اهلي. احنا بص فمش عارفين نتقابل خالص. لا طيب هنخش على الزمالك بقى. مبروك خلاص. احنا باركنا لارسنال النص مباركه لحد ما نخلصوا كل الحاجات ونخش بقى على المحليات. ما تسالنيش النقله النوعيه اللي احنا بنعملها دي هنعملها ازاي، بس معلش ابلعها معانا يا دكتور. لا نبلع اي حاجه. انا بص انا الكوره طبطبت عليا في يومين ورا بعض ودي حاجه ما حصلتش من 2004. ايوه صحيح. فانا معاك في اي حاجه. ماشي يبقى نخش على مباركه الزمالك. مبروك للزمالك. الله يبارك فيك. الدوري ال15 انا اسف. لا خالص عادي ولا في اي مشكله. وطبعا
يعني زي ما احنا متعودين وبنقول في النهايه ان احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا ننبذ تعصب. فاللي احنا بنقوله لك دلوقتي مبروك، ده بجد من قلبنا. وانا كنت لسه بتكلم مع شاحة في الحلقه اللي فاتت ان انا اصلا صحابي كلهم زملكاويه، دي المفارقه الغريبه يعني. فمبروك بجد، طالعه من اهلاوي واهلاوي اهلاوي اتنين دراويش. دراويش. ده هناك درويشين خالص. بس الدروشه اللي هي اللي بالعقل. لزملكاوي انا برضو بعتبرك من احد الدرويش، بس من الدرويشين اللي بالعقل. يعني انا بحب اخد منهم واسمع منهم. حب الفرقه وعشقها وانك تبقى بتموت فيها وهي حياتك وهي كل الدوري حاجه. كان من الاستاد عامل ازاي يا فوزي؟ انا هقول لك على حاجه كوميديه. انت كنت في الاستاد اليوم؟ انا كنت المفروض ان انا قاعد في المقصوره. ايوه. حصل حاجه، اتاخرت، دخلت المقصوره ما كانش فيها مكان، السلم مش موجود، يعني حد من الامن بيسال يا جماعه السلم فين؟ مش شايفه السلم فين؟ فاكره مدرج. ايوه مش شايفه، ما هو في ناس في روس بني ادمين بس. فانا وقفت في حته كده جنب سور بحيث ان انا حاجه ابقى ساند عليها، بس عشان ايه انا ما اخدش مدرج وانزل يعني. وفضلت في المكان ده ما اتحركتش من مكاني من الساعه 6:30 لغايه لما الماتش خلص. انا ببدل رجليا واقف في مكاني عشان افضل شايف الملعب بس. اللي انا شفته من الناس هي هي الفكره في حاجه. هو اولا انا اكتر حاجه بتضايقني فكره ما خلاص يا عم انتوا زهقتونا، انتوا ده الكلام ده من اول 24 ساعه، انتوا مش هنخلص، اصل الزملكاويه دول مش ده احنا ربنا كان ينجدنا ما كنتوش تكسبوا زي ما كان ايام القاضيه. كان في واحد صاحبي كده يعني يا حبيبي ليله الماتش قال لي ده انتوا لو كسبتونا مش هنخلص من الزيطه. صاحبي ده لغايه النهارده كل جمعه يبعت لي على الواتساب جمعه مباركه القضيه ممكن. يا خبر، كان ممكن اعمل ايه اكتر من كده انا كزملكاوي؟ ايه الحاجه هحتل بيته مثلا؟ ايه الحاجه الاوفر اللي انا كان ممكن اعملها اكتر من طبيعي؟ بس وسع لي يا عم، احتفل ايه؟ بس اللي انا قصدي عليه انت ليه تحجر عليا فرحتي؟ مش عارف، طالما فرحتي ما فيهاش قله ادب. بالظبط. يعني بص جمهور الكوره، ما هي دي النقطه اللي انا عايز اقول لك بدون قطع كلامك. في بيفرح أيوة ويقوم اول لما يكسب يدور على الاهلي عشان يتكلم عليه. في ما انا بقول لك، وفي الاهلي كده. ما انت جبت اهو مثال. بص ان انا اتكلم على الاهلي دي مش قله ادب، ان انا اقل ادبي. ما هي لا، ما انت بتتكلم انت بتتكلم على الاهلي وانت بتتكلم على الاهلي يا دكتور برضه. انت فاهم قصدي؟ انت بتتكلم على الاهلي بتشكر فيه يعني لما كسبت. لا انت اقل واجب بتتكلم على الاهلي. يا عم انتوا رايحين في الكونفدراليه، ده انتوا فريق ده من ساعتنا. ايوه ده هزار الصحاب العادي. ايوه ما عنديش مشكله والله. انا ما عنديش مشكله لحد هنا، بس لما بتقلب بقى اللي هو بيديك سكه ان انت ده مكانك الطبيعي وبتاع، بيكلمك بقى بجد. لا بس دي ما تبقاش من الزمالك، عشان بص اصل انت مفيش زملكاوي هينفع يقول للاهلي مكانك الطبيعي الكونفدراليه، عشان ده مش منطقي. ما انا بقول لك لا، في ناس بقى بتاخد المنطق ده في المنطقي، وانت فاهم قصدي. مش بقول انت، مش بقول المجموعه العقلانيه. لا طبعا يا ابني، بص انا عارف هو من هنا او هنا. ايوه ما هو ده اللي كنا بنتكلم فيه الحلقه اللي فاتت. والله انت كنت موجود يعني. انهار بعد ظهور السوشيال ميديا. انا جاي لك في الحته دي. هي دي انا جاي لك بقى في الحته دي. احنا عايزينك بس تخلص انت فرحتك وتقول لنا كان يعني بقول لك الاستاد كان حاجه لا تشرح القلب. وبعدين اقول لك على حاجه، انا كنت في ماتش اتحاد العاصمه وطبعا كنت هتجلط في مكاني وانا قاعد يعني. على فكره انا اليوم ده والله وقالها الصراحه الحلقه اللي فاتت فعلا كان من قلبه، وقال لي كان صعبان على الناس قوي يعني. كنت زعلان حزين جدا على الناس اللي عشان الناس. انا بالظبط انا كان صعبان على الناس، بس انا في ناس ما صعبتش عليا يعني. عجبني جدا السبورت بتاع جمهور الزمالك قوي بالظبط. ودي حاجه بصراحه انا يعني اقول لك ايه، بشكرهم عليها وفعلا بحييهم عليها، ان هم فعلا ورا فرقتهم وما بيقاسوش وبيفضلوا مشجعين ومعاهم ده احلى حاجه في التشجيع واحلى حاجه في اللعب. انما ان هم يمشوا زعلانين وناس شفت مشاهد كانت صعبه قوي. لا طبعا بص شفت مشاهد كانت صعبه قوي، كان قاتل. بس انك تلاقي المنظر كده بعد 4 ايام، انا بصراحه دي حاجه كنت منبهر. ونوعيه اللي كانوا في الملعب يوم ماتش الدوري مختلفه شويه عن الناس اللي كانت موجوده يوم اتحاد العاصمه. تقولها لنا احنا مش هنشوف اتحاد العاصمه. انت المعنويات فوق وجاي تاخد بطوله افريقيا ايا كان بقى كونفدراليه ايا كان، تاخد بطوله تحتفل وبتاع. فكان في ناس اللي هي جايه تحتفل، ودي بنشوفها في الكوره اخر كام سنه يعني. لا ده كتير قوي اللي هم جاي ضامن بتوع التصويت. لا التصويت ده بقى مقرف في الموضوع. تمام. فانت بتتكلم ان لا نوعيه اللي كانوا موجودين يوم الدوري، الناس دي اللي انا قتيل
انا قتيل اللي الدوري، بيسبورت من اول يوم. انا قتيل الدوري. آخر وبعدين ما فيش بقى مقصوره مش مقصوره، انت كلها زي بعض، كلها درجه ثالثه، كلها تشجيع وكلها واقفه، كلها محدش درجه قاعد. ثالثه. يعني في ماتش الاتحاد العاصمه الناس وراك لو سمحت اقعد عشان اشوف. حبيبي اقعد في البيت، صح. انت جاي الاستاد في نهائي لا الاستاد معروف لفرقة مش إنه ما شايفة. فيهوش فرجه يعني، عشان تقعد لا اتفرج في البيت. فرجته صعبه. الاستاد اللي فرجته في ماتشات الدوري في العاديه بوكسات يعني. جميله دلوقتي في استاد القاهره بس بارقام كويسه، يعني يقعد فيها في البوكس بقى ويجيب الدرينك بتاعه ويقعد يتفرج. انت في استاد، انت رايح تشجع، صح. فما ينفعش اللي هو ايه اقعد. في ماتش الدوري لا، الوضع كان مختلف. وبصراحه اللعيبه سواء هنا او هنا، انا بشوف اللعيبه دي ما اثرتش حتى في ماتش الاتحاد العاصمه، عشان بس الناس كانت سخنانه لا يعني. هو اتكلموا في الاداء، والزملكاويه طلع منهم انتقاد اكتر من اي حد تاني، وقال لك كنا وحشين فعلا ماشي وكل حاجه. وحشين دي ليها مبررات. هي اللعيبه دي لعيبه بلاي ستيشن ولا بني ادمين؟ بني ادمين في الاخر. لما الجي بي اس يكون منور احمر في كل اللعيبه دي، واللعيبه دي كلها معرضه للاصابه، وحط عليها الضغط العصبي والنفسي بتاع انت لازم تكسب عشان فلوس البطوله دي اللي هتعيشني. الكلام ده اتقال. انت واحد نازل بتموت طبعا. انتوا ناس لعبتوا كوره، انت لما بتبقى نازل متنشن رجليك مش بتشيلك. طبعا اكيد تطلع متصاب وقتي. فانت اللي بنتكلم فيه ان الزمالك كان وحش جدا جدا، بس هو يا جماعه متعامل مع بني ادمين جايين من بعيد قوي، جايين من توقعات ابعد بكتير قوي من اللي هم وصلوا له. هم عاملين اوفر اتشيفمنت. ولما بنقول اعجاز، عشان بس الناس بتقلل من القصه دي، هي مش اعجاز ان انا خدت الدوري، مش اعجاز ان انا اخد الكونفدراليه، اعجاز ان انا اعمل اي حاجه بالظروف دي. هتقول لي ما انت جبت لعيبه بكذا، هو انا دافع فلوسها اصلا؟ ما هي الناس دي كلها لسه عليها فلوس، ما هي دي فلوسها ما هي سببت لي مشاكل جايبهم شكو يعني. وحتى لما جم في اول ما جم، مع كامل الاحترام لناس كتير المفروض ان هم ناس محترمين في التحليل، ناس اهلاويه كانوا بيتنمروا على الاسامي دي. انا عندي كذا وكذا وكذا وانت عندك، انت اكيد انا مش قلقان منك، انت فاهم الفكره. بس انا بشوف ان الكوره قلب. الامكانيات لازم تكون موجوده، بس هي لو نزلت راجل في الملعب هتعمل حاجات انت ما تقدرش تعملها في الكوره رجوله طبعا. لو مش هتقدر تعملها لو فيها دلع. بقول لك يا احمد خلاص انا مستغرب جدا من السيتويشن. فاكر الكلام ده كان مين اللي بيقوله؟ يعني الاساس تصدير الكلام ده. ما انا قلت لك ايه الحلقه اللي فاتت؟ الاهلي. قلت لك ايه انا الحلقه اللي فاتت؟ سبحان الله الشيفت اللي حاصل ان لعيبه الزمالك فجاه بقى هي اللي عندها الحافز والرجوله. لعيبه الاهلي انا كنت من 3 شهور كده كنا قاعدين بنتكلم، وكان أباري اللي كان معايا، قلت له عارف انت اللقطه السنه دي في ايه؟ ان الاهلي زمالك والزمالك اهلي. بس سلم عليا عشان انا والله العظيم انت بس خدت الجمله قبليه دلوقتي. انا لسه اقول لاسلام انا الحلقه اللي فاتت قلت له ايه، بقول له لسه فوزي ممكن ما يكونش شافها وهو معانا اهو دلوقتي. قلت لك كده ولا لا؟ قلت لك شفت بالظبط. الاهلي زمالك الموضوع دي حقيقه والله من اول في الفكر بس كده من اول ان انت شكرا. السنه دي شكرا فول ستوب مقفول على فرقه الزمالك، ما تعرفش لك ايه دبه النمله جوه. انت تربط بقى كلام ده عمرها حصلت جنب الكلام اللي كنت بتعرف اللعيب بيعمل بيبي كام مره في اليوم؟ كنت ايه؟ كنت بتعرف اللعيب بيعمل بيبي كام مره في اليوم؟ في اليوم ده في الزمالك ده حقيقي. صح. ده ما بقاش موجود. عقوبات لما بتحصل ما تسمعش عنها حاجه. صح. اخطاء لما بتحصل ما تسمعش عنها حاجه. اللعيبه بتعمل مشاكل هنحقق. لو بتشوف حاجه في الدكه الله ينور عليك يدخل يقول لك هنشوفه. تلاقي اللعيبه لما يحصل حد طالع عامل نمره، تلاقي اللعيبه راحت وقفت قصاده عشان الكلام بتاعه ما يبانش. صح. عبد الناصر محمد اللي الناس هجمته كزملكاويه حتى، ان هو انت مين الراجل اللي جاي من بره الزمالك يروح يقف قدام اللعيب اللي متنرفز عشان يهدي الدنيا خالص. ده حاجات ما كناش بنشوفها في الزمالك. اللعيبه تبقى نازله بتموت نفسها في الملعب بالمنظر ده، مش هلعب كوره يا عم ولا عارف العب كوره اصلا، بس انا هكسب. صح. مش مهم اكسب ازاي. وده كان موجود في الاهلي. ما هو دي حقيقه. انا بقول لك ده اصلا الاهلي. ايوه. تعال بقى الناحيه الثانيه، الاهلي على المشاعر السنه دي من اول مجلس الاداره لغايه اوضه اللبس انت على المشاعر. حصل. ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. الحاجه الثانيه ان انا في ايام كتير جدا، انا راجل زملكاوي من زمان، في ايام كتيره جوده لعيبه الزمالك احسن من جوده لعيبه الاهلي، بس انت بتكسب عشان انت عندك ايدنتيتي المكسب، عندك أيوه. انا هكسب، انا مصدق ان انا الاهلي، ان انا لو الماتش هيخلص بتيجي بقى انت مصدق ان انت هتجيب جون، والمنافس مصدق ان انت ان هو اللي هو بلس 90 برضه اللي انا قلتها لك. هو مصدق. خلي بالك الراجل ده جاء، يعني انت لو جبت يعني بدون قطع كلامك جيب كلام وجنب كلامي في الحلقه اللي فاتت فعلا وحطهم جنب بعض، يعني سبحان الله انت هتلاقيهم يعني تيبيكال. هو ده بس ده ممكن سياق الكلام مختلف شويه لكن هو تيبيكال، وده اللي حصل. هي مش كوره بس. الله ينور عليك. دي هي مش كوره خالص، بس حط عليها حته مختلفه شويه دلوقتي ان جمهور الزمالك، بص هو اخد كم تريقه طول حياته وسنظل اوفياء والزمالك قادم ومش عارف ايه. يا جماعه هو جمهور الزمالك كده، هو
الفرق بين جمهور الزمالك وجمهور الاهلي او جمهور ارسنال وجمهور السيتي، دايما الفرقه اللي هي ما بتكسبش كتير جمهورها متعلق بيها اكتر، انما الفرقه اللي بتبقى بتكسب على طول للاسف جمهورها اللي بيفهم بيلوث شويه بناس هي منطقها ما انا ده اللي بيكسب فانا هشجعه، بس هو ما يعرفش حاجه عن الاهلي غير النسر وبيلبس احمر. انت فاهم؟ ولكن زمان احنا كنا بنبقى قاعدين في قعداتنا كلها وكان اهلاويه على زملكاويه وكان عادي يعني صباح الفل نتفرج على ماتشات اهلي وزمالك مع بعض، ما كانش فيه يعني حاجه بتحصل عادي، الناس كلها فاهمه انت بتحب ده وانا بحب ده صباح الفل وخلاص. انما فكره التشجيع بتاع السوشيال ميديا، التشجيع بتاع اللي هو يعني لا ما انا اكيد بشجع اللي بكسب، هو اصلا انت كاهلاوي انت مش بتشجع الاهلي عشان بيكسب، انت بتشجع الاهلي عشان بتحب الاهلي. يعني هو لو الاهلي احنا عدينا في المرحله بتاعت ال4 سنين الاهلي ما كانش بياخد فيهم الدوري دول، هل بطلتوا تشجعوه؟ لا اللي هي في اول الالفينات 2004 طبعا. ده انا عايز اقول لك دي يعني كان الواحد بيكبر في السن ما انت جنة يعني كان سننا بدا بنشجع من واحنا صغيرين ومتعلقين بالكوره زي ما انت قلت من واحنا صغيرين، بس ده كان السن اللي انت بدات تبقى واعي وخلاص لو انت طياري الفرقه دي بقت بتخسر ايوه طبعا خلاص. انما انت لا انت فضلت، كان اداء سيء الفتره انت فضلت تمسكت اكتر. انا دي فرقتي طبعا. الكوره ملهاش علاقه تشجيع، ملوش علاقه بالمكسب يا جماعه. في انجلترا لما فرقه درجه رابعه بتلاعب فرقه من الدوري الممتاز في الكاس الملعب بيبقى مقفول بجمهورها طبعا. بس طبعا الامر ده مختلف واحنا اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت. انا بقول لك هو قلب الحلقه اللي فاتت، هو يا ريته كان والله ما شفتها تقريبا والله من غير ما يشوفها يعني سبحان الله يعني هو ما شافهاش واتقلبت نفس السياق ونفس الحديث بكل حاجه. لا هو اللي كنت بتكلم فيه دايما الحلقه اللي فاتت حتى اتكلمنا في الانديه الشعبيه، ده اللي بيحصل في مصر وما بقاش فيه ليه؟ لان ما فيش انديه شعبيه. دي مأساة ثانيه، الدنيا مختلفه. ما انا عشان بقول لك عشان كده كل فريق له جمهور هناك بالمنطقه. يعني انت عارف لندن كم نادي في لندن؟ انت بقى قول لنا انت راجل يعني في الدوري في 6 بالظبط مش اقل. ده فوق عندك فولم فوق يعني ده اللي فوق بالظبط. كل نادي له جمهور ولا لا؟ غير خلاص بقى. لا انا بقول لك كل نادي له جمهور ولا لا؟ ايوه طبعا. هتروح تلعب فولهام هتلاقي الاستاد ده، هتروح تلعب في ارسنال نفس الكلام، هتروح تلعب تشيلسي، هتروح تلعب توتنهام، عشان هي برضو الناس دي كلها ما عندهاش المشاكل اللي عندنا يا جماعه، عشان بس نكون ايوه انا بقول لك هي الدنيا مختلفه في حته انت مش مصدق ان احنا بنتكلم في ان الاسماعيلي نزل يعني لسه برضه يا ابني خلاص عشان الناس مش انت تجيب بقى الكلام عشان يفضل النهائي ده كل شويه. الحلقه اللي فاتت اي باي بقى يعمل شغل اي حلو. صعقه وقلت كده ان صعقه ان الاسماعيلي وخلي بالك طب احنا بنحب بعض يعني احنا كجمهورين بنحب بعض. ايوه جمهور الاهلي جمهور الاسماعيلي ده بالنسبه له بس انت لو انت بتحب الكوره مش عايزه ينزل طبعا. ايوه اكيد. انا واحد مش انا بشجع ارسنال وبالنسبه لي توتنهام ده دول يهود لندن. ايوه لا ما ينزلش. امال انا هتخانق مع مين؟ ايوه صح. المتعه النواش هيبقى فين؟ ايوه صح. هتسيب لي تشيلسي بس؟ هي دي متعه تشيلسي؟ لا هي دي متعه الكوره. واحنا بنتكلم ان الانديه الشعبيه احنا في الحلقه برضو اللي فاتت على فكره انا هو مسيب الحلقه اللي فاتت لانه فعلا هو احنا ناخده بالاي الانديه الشعبيه فعلا بنتكلم ان هي بتقل يعني كانت بتضمحل. والحمد لله يعني الاتحاد نصفنا شويه امبارح وكسب الاسماعيلي 3 فاصبح تواجده في الدوري الحمد لله دلوقتي افضل. اما الاسماعيلي ينزل ما عندكش منصوره لا كارثه. مفيش الشرقيه مفيش كارثه. احنا رايحين فين؟ كارثه احنا رايحين في كارثه. خلاص ان الدوري بقى دوري مؤسسات. انت بادئ في ده من 2004 2005 ومكمل بقى. رايحين فين بقى؟ هتروح ان مش هيتفضل غير اهلي وزمالك ويعني وما تعرفش ومصري والاتحاد ده في الغالب مش لو كان ابو علي ماشي من مصر. كنا بنتكلم بنقول ان الفرقه اللي بتهبط بيبقى صعب جدا صعوبه. على فكره الدوري الدرجه الثانيه اصلا عشان انا كان ابويا كان مدير الكوره في الكروم وجوز عمتي كان المدير الفني كابتن صلاح الناي، فانا عشت في الدرجه الثانيه معاهم كتير زمان. على فكره تحت صعب. انت بص تحت لا في ملاعب. لا هي تحت الكوره صعبه. كوره لا مفيش ملاعب. ايوه خالص مفيش ملاعب وكوره عشوائيه جدا وكل حاجه ممكن تحصل تحت. كل حاجه ممكن تحصل تحت. انت بتاخد اسوأ حاجه في كل حاجه، فانك تعرف تطلع دي مش حاجه سهله خالص. فيعني بغض النظر عن ده انا هرجع تاني للزمالك. هو لا الزمالك عمل اعجاز السنه دي بكل المقاييس، واي حد بينتقص من ده هو عنده مشكله وعايز ياخد الموضوع في حته ان هو يبقى ترند او حراق اللي هو انتوا فيه ايه. لان كل الناس اللي كانت طلعت قالت احنا الزمالك لو خد الدوري مش هنطلع التلفزيون تاني، انتوا مين اللي عندكم دول؟ ايه شيكو بانزا ده وايه بيتزيرا ومش عارف ايه وعضاية الدباغ. معلش احنا يعني انا واحد لو هتكلم بيتزيرا الناس شايفاه وعارفه ان هو قد ايه هو مؤثر كمان مع الزمالك السنه دي.
بس يجي يقول لك ايه ما بيعرفش يجيب جوان. على فكره ده لو بيعرف يجيب جوان مش هيجي مصر اصلا يا جماعه حقيقي. بالظبط. يعني لو ده عنده فينش مش هيلعب في اوكرانيا قبل مصر برضه. اللي يعني يجيبه هو هنا انت جايبه من الدوري الاوكراني وراح اوكرانيا يطلع من اوكرانيا على حته ثانيه في اوروبا، ده يجي مصر اكيد عنده مشكله. طبعا لو هي دي المشكله اللي عنده انا راضي بيها. عدي يا احمد، انا شايف ان هو عدي على مدار الموسم بعد ما خرج من المقارنه بتاعت هو ولا وسام لا ده اللي جامد واتحطت اهلي وزمالك وانا المهاجم بتاعي والمهاجم بتاعك، لكن احنا شفنا نهايه الموسم بتاعته شكلها عامل ازاي، وان هو اهم لاعب في الخط الامامي في الزمالك، سواء في الضغط سواء في التغطيه الدفاعيه. يعني هو حتى كان بيهزر مع محمد ابراهيم امبارح في لقاء، لو انت قال له انا بحبك، قال له عشان برجع ادافع معاك. لا وعنده التزام وعنده وعي خططي جامد جدا ومحترم، تحسه كده لعيب لا هادي في الملعب متربي كده. لا هو راكز في الملعب. انا بحب شخصيه اللعيب اللي هو الفينش بتاعه اتحسن على مدار السنه. عايز اسالك سؤال غريب، ايه السوشيال ميديا بتوصل للعيبه بتاثر فعلا فيهم؟ طبعا بتوصل اللعيبه عايشه في السوشيال ميديا، اللعيبه ماسكه الموبايل. خلي بالك هو اللي فيه يفرق اللعيبه عن يعني حرفيا بتخليه ممكن يسمع حاجه فينزل بكره ما فيش يلعب. بتوصل للدرجه دي؟ لان انت لو انت اصلا ما عندكش ثبات ذهني او انت مش متعلم بشكل كويس او مثقف بشكل كويس هتتاثر طبعا بالكلام. ومهما قلت ان اللعيب ده المنتاليتي بتاعته كويسه بيظهر حاجات تقول لك لا في مشكله. ولما صلاح اتكلم فيها الناس زعلت منه اما قال ان المنتاليتي. اتريقوا عليه، يا ريت زعلوا بس يعني اتريقوا عليه. انت فاهم، قال لك بيقول منتاليتي طلع على المسرح يعني وبتاع. هو بيتكلم صح. هو انت لا هو اللي وصل صلاح في المكان اللي هو فيه، وعشان كده ذكر المنتاليتي. ايه اللي مخلي عبد الله السعيد لغايه النهارده اكتر واحد بيجري في الملعب؟ مش هقول لك هو عبد الله بتاع زمان اللي بيعمل اسيستات ويجيب جول، لا في فروق طبعا في اللياقه البدنيه عنده 41 سنه. طبعا انما هو اكتر واحد بيجري في الملعب. انا اتفرجت عليه في ماتش سموحه في الملعب دي ما فيهاش وانت عارف ان الفرجه في الملعب غير التلفزيون خالص. خالص. فانت بتعيش مع ممكن تختار بيك لعيب وانت مركز معاه. عبد الله اللي عارف عرايس الماريونات، هو ماسك 3 4 لعيبه حواليه بيشتوا وهو يرجعهم. هو مدرب جوه ارض الملعب حتى ولو اداؤه علينا في تحفظات. بس انا تحفظات على ايه يا جماعه؟ ما هو انا مش عارف اطلعه من الملعب لان انا ما عنديش حد اصلا يقدر يعمل اللي هو بيعمله، فخلاص ما ينفعش اتكلم عليه. بس في الاخر هي كمحصله نهائيه للسنه، سنه ناجحه جدا. تجربه جون ادوارد فيها اكيد مشاكل، ولكن انا شايف ان نهايتها كانت نجاحات حقيقي. لان انا لو سالتني في اول السنه نجاح. انا عايز اوصل شامبيونز ليج في اول السنه، مش فارق لي بطولات. صح، ده كان الهدف الرئيسي. حلو، انا خدت الشامبيونز ليج فعملت الاتشيفمنت اللي انا عايزه وخدت عليه دوري وكنت على مسافه ضربات جزاء من الكونفدراليه. انا واحد من الناس، واظن ناس كتير، ان اي حد فاهم شويه في الظروف اللي حاصله واهميه البطولات اللي هو فيها. اهميه البطوله دي كانت الفلوس. انا كنت لسه اسالك كونفدراليه ولا دوري يعني؟ لا طبعا دوري كوره ومستقبل قوه ومستقبل طبعا دوري طبعا دوري رجعني شامبيونز ليج مليون في المية. اداني المكسب. فلوس الكونفدراليه خلي بالك كنت لسه بتتكلم ان فلوس الكونفدراليه الناس عندها بس يعني والتاني بياخد في خلط شويه. فلوس الكونفدراليه مش هي اللي هتفك القيد. فلوس فك القيد على الاقل هتسد لي مرتبات لعيبه. لا فلوس فك القيد جاهزه بس كانت مشروطه بتاهل الزمالك لدوري ابطال افريقيا والفوز بالدوري، وده اتحقق. فده خلاص هيتحل. الفلوس دي كانت هتساعد في الصفقات وفي نوعيه الصفقات اللي جايه. بس انا برضو شايف ان المكسب بيلم، فهتلاقي ناس كتير هتبدا تاني تتلم وتساعد عشان تبني على المكسب ده في الفتره اللي جايه. القصه انا شايف ان هي بدايه يتبني عليها وتجربه انا شايف ان هي لازم تستمر. كابتن معتمد جمال سواء بقى اتفقنا او اختلفنا دي ليها حسابات كتير قوي. مكمل ولا في حد غيره؟ لا لسه مش الموضوع ما تمش حسمه. سالتك سؤال وتاه في النص. تقييم التجربه بتاعت جون انور كام في المية نجاح؟ 70%. ده نسبه يعني طب تخطط 50 يعني كده طبعا. يعني هو مش هينزل منها غير ان طبعا احنا كان عندنا شورتج جامد في القائمه. تتمنى استمراريتها طبعا. ايه ده؟ تتمنى ان هي تفضل مستمر على نفس طبعا يتبني عليها بس وبص انا بحب دايما اللي عمل الانجاز هو اللي ياخد الكريدت. محدش ينط بقى عشان يتصور ياخد اللقطات بقى. وانا ما بحبش المنتفعين بس انا بصراحه انا محترم قوي في مجلس الاداره اللي انتقدناه كتير قوي ان هو بيرجع الفضل لجون إيدر. دي حاجه كويسه والجماهير على فكره مش ناسيه الفضل ده. ايوه بس عشان المجلس ده دايما الناس بتنتقده وعنده اخطاء محدش يقدر ينكر، ولكن هم اتفضل يا باشا
حاسب انت على المشاريب لما كسب هم بعدوا عن المشهد بس برضه هم مش في ريحوا المشهد. برضه. انا كنت قلقان ان هم يبداوا يظهروا في القصه. وانا يعني بجمله الاخطاء معلش اخر سؤال لا يا شيخ. ماشي لا. موضوع ايقاف القيد علشان في لغط عليه اليومين دول ماله ايه اللي هيحصل فيه وموضوع الرخصه بتاعت بطوله افريقيا والحواديت الحزينه دي اصل الحاجات دي مش شايف برضو الحاجات دي بيطلع فيها منتفعين وبيركبوا فيها ترند ويقول لك اصل الزمالك مش هيشارك اصلا. انا ضد الموضوع ده خالص على فكره وقبل كده ومن زمان والزمان كان اصلا بيتوقف له قيد كان الموضوع بيمشي وبتطلع رخصه. لا هو في ريجوليشنز جديده دلوقتي بقت موجوده وهي واضحه اصلها مش قصه ما بقاش في حاجه ينفع تستخبى. الموضوع الزمالك مش مطالب ان هو يسد كل الفلوس اللي عليه يجدولها على الاقل هو محتاج ان هو يسد جزء منها ويجدول ويحط تايم لاين للكلام ده ويلتزم بيه والا بيتم ايقافه بقى 3 فترات قيد وقصه ثانيه. والقصه اظن الناس المسؤولين فيها مش ناس هواه فيعني القصه هتتحل. موضوع ان الاهلي زي ما كابتن احمد شوبير قال ان هو بيجهز ملف عشان لو الزمالك اتعمل له حاجه انا شايف ان دي كلها دي صغائر حاجات مش يعني اظن ان الاهلي اكبر بكتير من ان هو يبقى عشان كده لخصت لك في كلمه صغائر لا ما هو ده شغل برضه شغل الترند وهنرجع تاني يعني للقصه اللي احنا عارفينها يعني. بس انا معاك كده يعني انت شايف برضه ايه الاداء الفني بالنسبه للدوري بالرغم ان احنا عمرنا ما شفنا الدوري المصري في حياتنا ونقول على سننا يعني 3 فرق نهايه الجوله ال3 probabilities ال3 احتمالات موجوده ان ده ممكن ال3 ممكن يبقوا اول وال3 ممكن يبقوا تاني وال3 ممكن يبقوا تالت. دي عمرها ما حصلت. تشوفها ازاي دي حاجه انا بالنسبه لي بسطاني جدا بالرغم من ان الاداء الفني لل3 هي حلوه وحشه هي حصلت نتيجه للسوق العام. ايوه صح تقاربوا عشان قليلين في احنا اوحش من بعض. ايوه صح دي حقيقه يعني هو الزمالك تقدر تقول ان هو احسن. على فكره الاجابه دي اكتر اجابه ممكن لا ما صح ان هم ال3 عايزين ضرب النار اصلا 3 في الضياع. هي بالظبط احسن الوحشين. الزمالك بطل الدوري لان هو احسن الوحشين. ايوه بس احسن بس صح وهو اللي كان يستحقه يكفينا فخرا ان هو خلص المطلوب بالظبط. انت ما ينفعش مثلا تقول النهارده ان ارسنال اخذ الدوري بعدد نقط اقل من ليفربول طلع بيها تاني ورا السيتي. لا المقارنات دي انا بتضحكني في الكوره عموما. يا جماعه لا المقارنات دي انا بتضحكني في الكوره باللي حصل فيه كله. انا كسبته قول لي مبروك خلص. لا هو الكلام ده تخيل يا دكتور عايز اقول لك يعني في برامج بتيجي كده يقول لك اراء كرويه مش عارف بيعملها واحد اسمه غريب تقريبا يقول لك قول اراء كرويه مختلفه ونقعد نقيمها وبتاع ونشوف انت بتكذب ولا بتتكلم بجد وبتاع. يعني هي فيها شيء من ان هو بيشوف فعلا اراء كده غريبه اصلا فهو عشان كده عامل البرنامج ده. انا عجباني فكرته عشان كده. الاراء الغريبه دي بتيجي منين انا مش فاهم. يعني هل انا ابقى يعني زي حاجه اللي انت قلتها دي نقط مقارنه بين فريق طالع تاني دوري جايب بوينتس اعلى من فريق واخد الدوري فقوم جاي مقارن ده ما يستحقش فازاي ده اصلا ولا حاجه. ايه ده واحد يعني رمى ازاي ايه ده واحد رمى فيديو عمل ترند زي ما في مثلا في بيجز منزله. لا انا بستغرب انه بيروح ترند كمان يعني هو ده الاغرب. منزلين في بيج على الفيسبوك جايبه جورجينا مرات رونالدو لابسه لبس الزمالك ده والله شفتها بس البيج دي فيها مليون فولور. مليون تمام. فانت طبيعي لما هتبص لها هتقول جورجينا. جورجينا عندها حوالي 70 مليون في البيج بتاعتها. بس في واحد من الفضاء انه عمل فيك بيج جابت مليون فولور. فمش هتكلم اكتر يعني ما بتسالش الافكار الغريبه جت منين يعني. انت لو دعبست ورا الكلام ده كلهم عشان تلاقيهم بني ادمين عادي كله فيك هتلاقيهم ريبوتات هتلاقيهم فلو الافكار مضايقاك لا ده في افكار حلوه. في 2 كده خلاص الدكتور في اصعب حته فضاء جامده في حته بعيده. نخش بينا على الاهم حاجه بقى نخش بينا على الحدوته الكبيره اللي انت لابسه. دي مصيبه. خش بينا على الحدوته الكبيره. خش بينا على ينفع انا اللي ابدا حاجه زي دي. ليه يا عم؟ ما هو المجموعه بتاعتنا مالها اهو. انا بلجيكا انا هو اصلا بلجيكي شيحه اصلا. ايه ده صح. انت عامل كده ازاي؟ انت عاملها ازاي؟ فين تيشيرت منتخب مصر؟ ميكس ايه؟ منتخب مصر هو بيتكلم بصوت الاخر يعني هو جاي أيوة. هو يعني انا منتخب بلجيكا منتخب مصر انت الدكتور ممكن بقى ويفتح لنا المضيق والنبي عشان متبهدل انا في الشغل والله. هتلبسني لا انا معايا فيزا خلي بالك والنبي هرمز مهربان. ايوه متبهدل والله العظيم بس ان شاء الله مش عايزين زيادات في البنزين قريب تاني بالله عليك. طيب دكتوره شايف هاخدك على طول من التوب ليفل تشكيله المنتخب المبدئيه القائمه اللي هي القائمه الاوليه يعني. وبلاش تكلمني من منطلق احنا دلوقتي خلاص لغينا الانتماءات وبنتكلم في المنتخب كده بقى. القائمه الاوليه شايفها ازاي؟ انا عندي مبدا والمبدا ده انا قلته في جوه قناه الزمالك.
تمام منتخب مصر وبعدين نتكلم صح زي الفل. عشان انت دي هو عشان كده ده كلام ما مفيش بعده كلام. فيهاش. عشان كده يا باشا انت منورنا هنا والله العظيم عشان انت فكرك كده وده على بجد فكرة والله. أنا لان دي عاجبني- الفكره الاولى. أنا عن جنسيه الاهلي وجنسيه الزمالك دي انا ما بحترمهاش. لا انا عاجبني- عايز اقول لك عاجبني الموضوع المشكله ده. دي موجوده في مصر، احنا يا ريت هنعرف نتخلص منها. جنسيه الاهلي والزمالك دي قصه تانية، عايزه حلقه تانية نقعد نتكلم فيها. دي شعب لا، يعني بقول لك ده يا فعلا أحمد، ده ما حدش جنسيه بيشجع. ودين عايز اقول لك حاجه، طب اقول لك حاجه بسيطه بس انا عايز اقول يعني حاجه انا طب عشان ما ماشي. ننساش بس ماشي عشان اجيب الراجل ده معانا لا ان شاء الله لا هيبقى معانا في كاس العالم. هو موجود الحلقات معانا على الأساسية طول. لا لا والتحليلات ده الراجل الماتشات انا بقول بتاعت لك الراجل ده ضيف اساسي ولا ده ما اتفرجش على الحلقه اللي بقول لك دخلت قال نفس الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلمه، عايز ايه اكتر من كده اعمل حسابك يا طبعا. احمد ان شاء الله. لا انت بقى هو قمت معانا دولي أكيد الكاس العالم طبعاً. الجاي ان شاء الله. لا يا اكيد. سلام ده شرف ليا. لا والله ده والله الشرف لينا، حبيبنا أقسم حبيبنا بالله. دكتوره أنت وحلقه مش متخيل، جميله وعايز اقول لك عدت السعادة. كده. اه ده مش حاسس بالوقت خالص. والله دي حقيقة. كنت بسأل انت بتسالني على اتفضل يا قائمه باشا، المنتخب. اتفضل يا باشا. انت اتفضل. لا اه لا القائمه الاوليه هي ما بقتش اوليه بقى يعني هي وانت النهائية. هي خلاص كده اتثبتت. لا انت أيوة. هتطلع لعيب يعني. هيطلع هيطلع لاعب لعيب. واحد بس اهو. احنا كده خلاص يعني فور شور ان ايوه دي قائمه مصطفى محمد مش مكمل مش لا موجود كل اللي already. ما جوش دول مش جايين خلاص. بص، هو هيطلع واحد. اقول لك على حاجه، هي عشان بس الناس بس برضو ايه حط القصه في مصطفى محمد بس. لا هو في رول اساسي في اختيار قوائم المنتخبات، ان عمرك ما هتقدر تتفق 100% مع اختيارات مدرب. ده كلام مظبوط أكيد جدا. طبعاً. تمام، بس الكلام ده انا ممكن استوعبه لو انا فرنسا عنده 3 منتخبات فانت مش عارف هيختار مين فيهم. ماشي انما عد غنيماتك يا جحا، حصل انت مش واحده قايمه لاقي. وواحده انت مش لاقي، مفيش فهم اللي حيلتك يعني بيتشافوا بوضوح. بالعافيه. فانا دلوقتي لو خدتها مراكز حراسه المرمى، محمد الشناوي وجوده في المنتخب، انتوا ناس اهلاويه وعندكم مشاكل مع محمد الشناوي نفسه ان هو يلعب في النادي الاهلي، جدا بس انا شايف ان هو وجوده في المنتخب كقائد وحارس رابع حاجه مهمه جدا، لكن هو لا يستحق لا يلعب دلوقتي في الاهلي ولا في المنتخب، ومش عشان هو حاجه، هي الدنيا كده الزمن يا جماعه مش هنعاند الزمن يعني. فهو حاليا المستوى لا يصلح لده، بدليل ان هو ما بقاش كمان بيلعب في الاهلي. فانا ضامن حارس المنتخب ما بيلعبش في نادي تماما. مؤخرا كان الاول كانت مره ومره، يعني برضه مش مستوعبها دلوقتي تمام. لا بس هو وجوده مطلوب. بس وجوده مطلوب. انا متفق معاك جدا، وجوده مطلوب مليون في المية. وكخبره كاس عالم وكشخصيه، لان هو من اكتر الشخصيات المحترمه. جدا دي حقيقه. لا بجد وقائد معنى الكلمه على فكره. بالظبط. ف تيجي بعديها اخدت مصطفى شوبير انا شايف ان هو رايزنج تالنت كويسه جدا 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 يتبني عليها للمستقبل، ولكن بس يبطلوا نفخ فيه زياده. هو ده بس شكرا عشان مش كل ما حارس مرمى. انا متضايقني قوي. شوف احنا اهلاويه زي ما انت بتقول، هتلعب ماتش كل 4 ماتشات تعمل ماتش حلو واقول انت احسن حارس وانت في حته تانية وبدأناها من دلوقتي. الجول كيبر ده بياخد استمراريه كبيره قوي عشان يتحكم عليه. عصام الحضري لغايه ما عنده 32 سنه في 2006 كارثي، سنه فوق وسنه تحت. لو كان بيعمل كوارث. ولما نادر السيد جه عشان يلعب عليه في 2005. بعد كده بقى عصام الحضري الاسطوره اللي مش هتتكرر تاني. صح. فانت دلوقتي ضميت الاثنين دول، ضميت المهدي سليمان. انا شايل المهدي سليمان على راسي على كل اللي عمله مع الزمالك السنه دي، ولكن هتيجي تقول لي ان هو يستحق ان هو يدخل المنتخب، قاسيه قوي ان قصادها انا استبعد احمد الشناوي اللي بقاله سنتين توب فورم، بقاله سنتين شايل بيراميدز، حقق معاهم دوري ابطال افريقيا، نافس على الدوري لاخر نفس سنتين ورا بعض. فانا بالنسبه لي لما هتيجي تقول لي استبعاد احمد الشناوي ده مش فني. امال هيبقى ايه؟ مع احترامي يعني مش فني، هو دي مشاكل شخصيه. لا هو مش فني. بص، استبعاد احمد الشناوي ومصطفى محمد مش فني بالظبط. بس كلمه لا وفي واحد ثالث معروفه يعني. في واحد ثالث اخطر منهم يعني جايين له يعني. بس بالترتيب. محمد علاء وجوده في المنتخب لاكتساب الخبرات، انا شايف انه احسن حارس في الدوري، بس انا ما ينفعش اتكلم على حارس مرمى كل حياته عباره عن دوري مصري. ايوه صح. مع الجونه، مع ان هو لو دخل فيه 3-4 اجوان وصدد 20 كوره هطلع بيه السما، بس هو راجل عامل كلين شيتس وعامل اداء كويس جدا، لكن هو جول مش صغير في السن، هو 28 او 29 سنه يعني. ماشي. ده بالنسبه لحراسه المرمى. المدافعين انا ضميت محمد عبد المنعم عشان هو محمد عبد المنعم، ولا عشان محمد عبد المنعم قادر يرجع لمستواه. مفيش خلاف انه احسن مدافع في مصر تمام بكتير يعني، بحته بحته لا بحته يعني بحته. لا دي حقيقة. بس ده من امتى؟ من سنتين. الله ينور عليك. تمام، يسلم فمك. فانت بقى جايبه وحاطط عليه الامال ان هو اللي هيشيلني، ولا انت جايبه عشان تعمل بيه ايه؟ استبعاد محمد اسماعيل هو تاني مدافع في مصر بعد محمد عبد المنعم بيعرف يلعب كوره. تمام، مختلف في ده، كان هيديك ايدج تاني ان انت دلوقتي الراجل الغلبان اللي هيلعب على دوكو محمد هاني مين الاحتياطي بتاعه؟ محمد طارق. 0 خبرات
صفر، بيلعب في زد. انا مش شايفه لعيب منتخب مصر. انا عندي يا راجل، عندي واحد بيلعب مساك وبيلعب باك رايت وبيلعب هاف ديفندر، ده يوفر لك مكانين في المنتخب زياده. ايوه صح. ومعلش واداك اماره، وانا شايف ان هو لا، محمد اسماعيل احسن من حسام لو عبد المجيد بعدين السنه دي. شخصيه عشان ما حدش يجي برضه يتكلم في الحته بالظبط هادي. جدا راسي. ما بقول لك انا بحب اللعيبه راسي، هو هادي. زي ما كنا ما بنتكلم على بيوترنيش. عضية عنده هو صح. كده، ما يحسكش ما متوتر ولا بيوترنيش. خايف ولا ثقه. يعني حسام هو عبد هادي. المجيد مدافع كويس جدا في الكرات العاليه ما بقتنعش بيه انا عن نفسي. لا يعني هو يعني حلو كويس، بس انا ما بقتنعش بيه ما اللي هو لا مش سوبر. انا بالنسبه لي مثلا محمد اسماعيل احسن منه بكتير. محمد اسماعيل احسن منه طبعا بكتير يعني، لان هو عنده حته الهدوء، عنده القرارات الصح، عنده الكوره، عنده الهيدرز، عنده كل حاجه، وعلى الارض. انا ما بحبش الناس اللي بتيجي يقول لك ايه مدافع بيشيل الكور العاليه يبقى هو ده مدافع. ما اعرفهاش انا فهو حسام مدافع كويس جدا، ولكن عنده نواقص في الخروج بالكوره وثقه زايده، انا مش فاهم سببها ايه الصراحه. لو وحش السوشيال ميديا برضه انا بشوف ان هو واحد على السوشيال واحد ميديا. ضعيف برضه. عنده مشاكل. اكيد طبعا عنده مشاكل، بس هو اصلا هو مفيش مدافع بيترقص بس يعني. يعني انت دلوقتي، انا ياسر ابراهيم السنه دي انت كاهلاوي عمرك شفت دفاع الاهلي بالسوق ده؟ لا طبعا. ياسر ابراهيم من ساعه ما لا محمد عبد ياسر ابراهيم المنعم ملوش كده كده. حلو. انت خلينا متفقين بس هو كان رامي انا شايف ان رامي ومن قبل منه محمد عبد المنعم. انا شايف ان رامي اتظلم جدا. يعني انت لو هتتكلم في كام مليون فرق في العقد. لا احسن سنتين خلصهم في الاهلي دكتور فعلا، وانت اكيد هتاكد كان احسن سنتين لعبهم في حياته. السنتين اللي قبل ما يمشي فيهم الاهلي شفتهم لمساك، ما شفتش غير لمحمد عبد المنعم عملهم. هو رامي ربيعه ما شاء الله من تهديف لواحد على واحد. ورامي خبره ورامي لعيب مش هننسى يا جماعه. الاصابات كانت بس رامي الاصابات اثرت عليه طبعا، بس هو رامي لعيب ده. وياسر من بعد منهم هو ايوه الريت نزل خالص. حلو. بالظبط. ياسر انت دلوقتي كل حاجه تقول لي اصل اللعيب راجل، لعيب انا مش خناقه يا جماعه. ما تبيعليش بالله عليك الفاظ مش مفهومه. هي الالفاظ دي مشكله عارف انها ماشيه في مصر من زمان. ايوه بس عارف احنا بنقولها بس انا عشان انا مدربي نفسه هو موصوم بفكره اصل الروح والحماس. بس لا يا جماعه هي مش بس كده. فين اساسيات اللعبه؟ يعني تجيب لي اللي عندهم اساسيات اللعبه واشوف مين فيهم الراجل. يعني هات لي اللي عندهم اساسيات. فما ينفعش واحد كويس وما خدوش اصل ده راجل، اصل ده اللي انا طالع معايا من التصفيات. دي مشكله كبيره. خط النص استبعاد ناصر ماهر جريمه كرويه مكتمله الاركان. مش الراجل ده كان في الزمالك وراح بيراميدز المنافس المباشر وعم مكسر الدنيا مع بيراميدز وكان هيجيب لهم الدوري. ما ينفعش ناصر ماهر ما يبقاش في المنتخب. انا مين عندي لعيب كوره في خط النص غير امام عاشور اللي في غزاله؟ انت تضمن امام عاشور الماتش الجاي؟ ما تقدرش. مش كوره، انا اضمنه كوره على فكره، بس هضمن ان هو نازل مموت نفسه النهارده ولا جاي معاه تمشيه. بس انا هقول لك عندي تحفظ على عدم اختيار ناصر ماهر ليه. ناصر ماهر ممكن يتصاب لي دلوقتي بوظ لي مكان في لحظه، ممكن يتصاب. اي حد ممكن يتصاب. ايوه بالظبط. ماشي بس مع هيستوري ناصر ماهر في الاصابات دي في حد ذاتها تقلق. هم شهر، هي شهر. ما انت ما تضمنش ايه البديل. ما انت معلش. لا ما هو كان بيسمعنا اخبار في التمرين. هو واخد الناس الهيستوري بتاعه في الاصابه جامد. قطه فين ممكن يعمل اكتر من اللي هو بيعمله. يعني انا شايف ان ده ممكن ما فيش حته في الملعب ما بيدوسش فيها. ماشي ده بديل كويس. ما يدخلش خالص. مش هقول لك طبعا هقول لك حاجه. بص انا ليه متفق معايا رغم ان انا خلي بالك مش مقتنع ان ناصر ماهر ينضم معايا. ليه؟ عشان ناصر ماهر ده عنده احسن من كده بكتير قوي. مش مشكلتي بقى. لا ما انا هقول لك انا جبت مين مكانه. مشكلتي ما هو هي دي بقى انا بكلمك فيها. انا ما اخدش زيكو كويس. هو زيكو بيلعب وينج خلي بالك، بس زيكو بيلعب ايه؟ وبيلعب في نص الملعب. بس انا ممكن اشيل زيكو لعيب كويس جدا على فكره في اماكن كويس جدا وبيلعب بس ناصر اعلى. وناصر لعيب منتخبات. هي دي. وناصر عارف يعني ايه منتخب مصر. ايوه ودي ليها عامل كبير قوي. اللعيب اللي طالع في منتخبات دي ان هو مش هيتخض. تمام. طبعا اكيد. فانت خسران ناصر وخسران قطه قصاد زيكو وقصاد محمود صابر هو بروميسنج تالنت. هو محمود صابر بروميسنج تالنت على فكره. وزيكو انا بحبه كلاعب كوره بس هو ما بيعلاش. هو واقف في حته وبينزل. ده بينزل منها. تمام. فانت خسرت لعيبه زي دي. نيجي بقى لخط الهجوم. طب انت يعني هو مصطفى محمد ما حدش فينا يقدر ينكر ان مستواه حاليا مش هو مصطفى محمد اللي من 2-3. ماشي. بس ما حدش يقدر يجي يقول ان مصطفى محمد ده اصلا لعيب وحش او مهاجم سيء. يعني ما ينفعش. بص يعني انا اهلاوي بقول لك مصطفى محمد كان لازم يبقى موجود. اصل ما ينفعش انت بتلعب هتقول لي بقى مش بلعب بالمهاجم الصريح لا ما انا جاي انا هاجي لك في دي والله انا هاجي لك في دي. بس هو انت استبعاد مصطفى تماما ده مش كوره. مستحيل يبقى كوره. خصوصا انا عارف انت فاكر لما استبعدوا ميدو
وخدوا جده. ده هو تامين طلع يتكلم في اللقاء الصحفي كان بره الاستاد كده وكان حاجه. بس كان ايه اللي مقوي قلب كابتن حسن؟ انا عندي متعب في بديل، وعندي زيدان، في بديل ايه ده، في بدايل، وعندي احمد رؤوف، صح 3 مكسرين الدنيا، وجبت جده اللي انا شايف فيه حاجه بالظبط. دي نظريتي انا بقى، بس جايبه رابع. دي بقى الرؤيه الفنيه اللي لما يقول لك المدرب عنده رؤيه فنيه ان اللعيب هيعمل لي مش عارف ايه. وكان في فضل كمان، كان مع الاسماعيلي وقتها، وكان بس فضل كان بينضم ويمشي. لا يعني في البطوله دي كان في فضل، وكان بيقوم يسخنوا كل ماتش في الدقيقه 63 كان موجود. ايوه ما يلعبش فضل ما ينزلش. كان مكسر الدنيا على الاسماعيلي قبل ما يرجع. ايوه هو فعلا هو في الاسماعيلي فعلا. ايوه مشي من فتره الاسماعيلي دي كان بيعمل حاجات غريبه فعلا. طيب فانت لما تيجي تقول لي بقى انا استبعدت مصطفى لاسباب فنيه لرؤيه فنيه، هي رؤيتك الفنيه في اكتاي اللي هو على فكره هيبقى مهاجم كويس. انت مستبعد مصطفى عشان جايب 4 اجوان في الدوري الفرنسي السنه دي بجد والله. اكتاي جايب 4 في الدوري المصري. ايوه لو هي حاله رقميه يعني، لو هي حاله لو هي بالارقام. ايوه بالظبط. لو هي في السن، لو هي بالمشاركه، هيثم حسن احتياطي في ريال اوفيدو اللي هو 20 على الدوري هبط الاسباني. هبط ال 20. لا ده هو الوحيد اللي ده خلي بالك هو الوحيد اللي هبط من بدري. انت من ال 19 لل9 لغايه من الاسبوع ال 35 اي حد ممكن ينزل. لا يا راجل يعني هو كان بره الصراع من بدري اصلا. لا هو الوحيد اللي كان نزل في بس انا عارف ان هو 32 33 ده بره اصلا الصراع كمان. انما من ال 19 لل9 اي حد قريبين، اي حد ينزل واي حد يتاهل. هربت منك الداتا دي يا كابتن شاب بتاعت هيثم حسن في فرقته بتهبط وبتاع. لا ما انا مش انا لا اللعيبه لا ويا ريته اساسي. اسلام هو مش اساسي. ايوه هو مش اساسي في الفرقه اللي مش شايفه. ايوه صح هو مش اساسي. ما جابش ولا جون في الدوري مع الفرقه اللي مش شايفه، فما انا ضميته. مسطرتك مش واحده يا كابتن حسام زي ما كنت بتقول بس هي دي اول ما جيت، ولما كنت بتنتقد المدربين القدام. هي دي المشكله الحقيقيه، ده اللي بيخلق بقى الحته اللي جواك. طب ليه؟ على فكره المواضيع دي احمد يعني بتخليني اتنبأ دايما ان مش هيبقى فيه توفيق. ما هو ده، لان مفيش عداله. مفيش عدل. مصطفى كلنا عارفين ان هو مستواه قل، بس لما يبقى قدامه حد معاك. وعلى فكره عشان بس الناس ممكن يقول لك الزمالكاوي كانوا بيقولوا ناصر منسي. لا مش مكان مصطفى. كنا بنقول ان ناصر احسن واحد مصري في الدوري المصري في الدور الثاني، ولكن فنش الدوري وحش وحتى ما بقاش بيلعب في الزمالك. حصل تمام. لا انا ما بص يعني بقى يعني بدون قطع انا ما اقتنعش ان هو يروح كامكانيات. عادي مش مشكله، هي اراء. ناصر منسي بالنسبه لي حتى لو تالق، لان انا بالنسبه لي انا طبيعتي كده، ودي اللي انا حتى قلت لك في اول الحلقه ان انا انا بقيم اللعيب خلاص شفته مره 2 مثلا الكونسيستنسي بتاعته قيمته. ما اكيد قدام بقى انت كونسيستنسي فيها وحش او مالكش خلاص ريح. لكن انا في امكانيات، انا بقيم امكانيات. انا بكلمك هي عشان فاضيه، فانت للاسف لا ما انا عارف ان انت اختياراتك شكلها وحش. ايوه انت اصلا في دايره قد كده. هو انت مفيش مهاجمين في مصر بقالك كام سنه. وربط بقالك كام سنه. استبعاد مصطفى بضم حمزه، لا هو خالص على فكره غلط. حمزه ينضم ومعاه لاكتساب الخبرات ومعاه مصطفى، بس ما يبقاش هو المهاجم اللي حيلتي. انا دلوقتي انا بلعب لو لعبت ب2 وايد 9 اللي هم صلاح ومرموش. ايوه بس تعالى لي بقى في الحته اللي انا بكلمك فيها. دي الخطه اللي انا عايزها او هي المنطقيه عشان صلاح. اللي بتخدم على حاله صلاح دلوقتي بلعب ب2 وايد 9. طب انا الفرق اللي قدامي ما ساعدتنيش على ده، وقفت ورا، وبقيت محتاج ان انا تارجت مان العب عليه الطويل ينزله لي، او العب كرات عرضيه جوه ال 18. مين هيلعب؟ باي باي كده شكرا. هو بقى شايف حمزه. لا ده مفيش. حمزه ايه؟ حمزه يا جماعه ما اتمرنش مع فريق اول قبل كده. حصل. ما لعبش مع الاهلي غير كاس الرابطه، كانت الفرقه كلها مش موجوده. حصل. وهو بره. حتى سمعت المدرب بتاعه مش فليك، المدرب بتاعه في الفريق اللي هو جرمايل بيتكلم، بيسالوه على موضوع حمزه واستدعائه لكاس العالم. هو قال كلمه على فكره هو ده الفرق بيننا وبينهم. قال حمزه لعيب بروميسنج جدا، لعيب كويس جدا، نما معانا بدنيا وفنيا. بس قال السرعه قال he just needs patience. محتاج صبر شويه، اصبروا عليه. الحرق ان انت فجاه باشا تعالى كاس عالم فريق اول تحرقه خلاص. انت كده بتحرقه. انت بتعمل ايه؟ لو ما ادكش اللي انت محتاجه او المردود اللي انت عايزه. بس في نفس الوقت انت جاي اخده ليه؟ انت اخده عشان تديله خبرات، ولو الظروف سمحت في دقائق معينه يكتسب الحاجه دي، ولا انت اخده عشان الحقني يا حمزه انا عايز مهاجم صريح. لا هو اسلام قالها برضه الحلقه اللي فاتت، مش عارف ايه حكايه الحلقه اللي فاتت. شايف ان او يعني كان شايف ان هو عشان احنا اتكلمنا في الحته دي لوحدها كده شويه، ان هو
كابتن حسام عايز ياخد الايه السوكسي من الاخر زي ما بيقولوها، ان هو اللي جايبه اول واحد. الله ينور عليك، اول مدرب ما عنديش في تاريخ مشكلة. مصر كذا يا عم وأول والله ما عندي مدرب. مشكله. ما هي بقى دي بقول لك يا احمد، احنا هو أنا مش مع هيحالفنا التوفيق بسبب هي أنا مش ما- غلط، خلي بالك في الاخر زي ما لا، بيقولوا، عارف لان لما هو يبقى اللي عندي موجود. مكان فاضي، مكان هو كده كده مركز من البنيله اصلا الله ما ينور فيهوش عليك، حد دي لعيبه، حقيقة بالظبط. وعندي فخده. عيل أيوة بيكبر. بالظبط. بس خد مصطفى محمد حلو، لازم. بس اخد الخبره ويكون موجود. وانا حسام حسن المهاجم التاريخي، انا لو خدت مصطفى انت محمد بروفايلك شهر ايه اصلا؟ ما اقدرش اخليه اون فاير لو انا عايز. ما هو صح. عنده، أيوة. هو انا مش هعلمه، ايوه صح. انا هنضفه التراب هذا بس من نزل، عليه ايوه فوقه وفوقه واديله ثقه في نفسه. بس هو ما عملش معاه كده، هو كان بينزله دقيقه في الدقيقه 92 في كاس الامم. لا بيديله 3 ما هو يا دقايق. جماعه هو اصل لعيب الكوره ده مش ماشين يعني، ومش مطلوب تبقى كلها محمد صلاح اللي يعني بيسلم على سلوته ويحضنه بعد كل اللي حصل ده. مش كلها كده طبعا. ولكن هو في الاخر بني ادم. انا اتداس عليا مره واثنين وثلاثه واربعه وبره الدنيا بعد موضوع موقفه من المثليين في السنه اللي فاتت. هو كان جاي له عقد، لا بوظ له الدنيا دي والعقد حقيقة. والعقد لا باظ دي حقيقة، الكلام ده واتبهدل واقعي نانت جدا، لان بسبب فرنسا في الحته دي كمان اكتر لا دوري. لا صعب قوي. ايوه صعب قوي. انت غير الدوري الانجليزي حتى. جاي ادريسا جاي. ادريسا جاي ماشي. هو مثل اول سنه وداروا عليها، تاني سنه تسيح له رجع ايفرتون. فانت بتتكلم كان لعيب ممتاز. دي كلها حاجات بتاثر في اللعيبه. وفي الاخر مصطفى ده معلش يا جماعه يعني معهوش دكتوراه، هو في الاخر يعني عادي لاعب مصري جاي من بيئه ايوه طبيعي بسيطه يعني بعض الناس البسيطه الاسر فما البسيطه. ينفعش ان انا اطلب منه ان هو كانه يعني واحد اقول لك ايه في الصعقه، لا اتحمل. لا ما هو ليها اخر ولازم يكون الموضوع فير. وزي ما انت بتتكلم اللي مضايق الواحد ان طول ما انت مش شايف ان في عدل، مفيش عدل مطلق ومفيش 100%. بس زي ما بقول لك هختلف حته ناصر ماهر ونص الملعب، واصل اخد ده مكان ده وده بيحقق لي اللي انا عايزه. بس انا مش عمري ما هتفق ان انت تستبعد احمد الشناوي. توقعاتك يا احمد المنتخب يعني بتخميناتك باللي حاصل ده؟ لا انا شايف ان ممكن نوصل لفين؟ لا المنتخب يقدر يعدي الدور الاول او المفروض يعني هنزود لك عدد المنتخبات اكتر من كده ايه عشان احسن توالت يعني. ومش هتعدي وبعدين يعني المجموعه مش قويه عشان يعني برضه ناخدها سريعا. بص عشان ما تقعش في ماتش السعوديه مضمون. لا بس المجموعه مش قويه قوي. انا مش معنى كده خلي بالك يعني انا عندي مثلا على الفيسبوك عملت فيديو صغير كده قلت المجموعه مش صعبه بس ينفع. ما ناخدش امال ونبني امال زي ما انت بتقول يعني ينفع لو طبعا كل ماتش فيهم تحط له البلان بتاعته. اصل انت لما هتلعب بلجيكا هتلعب يعني اللو بلوك بقى وهتقفل وتحت الكوره ويركن الاتوبيس وده هيكون احسن سيناريو ليك للخطف. تمام. ماتش نيوزيلندا هيكون العكس تماما، فرقه بدنيا يعني قويه قوي اجسام قويه قوي. عشان كده كنا بنقول لو حبيت ارفع كروس مين اللي هياخده؟ خلصت. فانت لازم على الارض، مش هتعرف تلعب كره طويله لان هتتاخد كده بمنتهى السهوله. فماتش نيوزيلندا هيكون ماتش معقرب قوي ان انت يعني لو خطفت 1-0 انا شايف ان ده هيبقى نعمه من عند ربنا. ايه رايك في ايران؟ متابع انا مش تابع نيوزيلندا لانها ودي فانا شفتها فطبيعي احنا لينا الغلبه اعتقد نكسب. بلجيكا قويه طبعا. انا شفت ايران في التصفيات يا جماعه الفرقه دي كويسه قوي. والغريب ان هي لعيبتها فيهم لعيبه كانت متاسسه في المانيا بس هم اغلبهم دلوقتي في دوريات في اسيا سواء في ايران او في الامارات او كده. هم عندهم اشهر لعيب مهدي تريمي اللي كان في انتر لغايه قريب. ده المهاجم الخطير بتاعهم. وعندهم محمد محبي ده وينج حريف وسريع وبيختار جوه ال 18 كويس قوي. واستبعدوا سردار ازمون ده لسه شايفها يعني. ده كانت مفاجاه بالنسبه لي استبعاده. انا شايف ان هو في مصلحتنا يعني. اكيد ده الثالث هداف تاريخي يعني. ده الهداف التاريخي. انا سمعت عنه بس انا حتى مش عارف شكله عشان ما بقاش بس امور كده شعره طويل. وفي جهان بشاخ ده اللي كان في ليفركوزن ودلوقتي بيلعب في الامارات تقريبا في شباب الاهلي. دول اللعيبه اللي هي المميزه بتاعتهم. وعلي رضا الجون بتاعهم جون قوي جدا جدا يعني. فهي فرقه هتكون فرقه بتلعب كوره. ده الماتش اللي هيبقى فيه ماتش كوره. انا حاسس ان في ده بالظبط. وانا هرجع في الماتش ده بتلعب المغرب. النديه في انا هرجع بقى الماتش ايران والمغرب في 2018 كان من الماتشات اللي كانت قويه قوي. ايوه. ودي يعني كانت خساره المغرب في الاون جول من مهدي. كان مهدي بن عطيه هو اللي جاب جول في نفسه. صح ايوه. لا يعني ايران فرقه رخمه فرقه تقيله. الفوز عليها مش هيكون سهل ولكن ينفع. انت من الاخر محتاج ان انت بس تعرف ادواتك الستبس بتاعتك وتركز بس كله وتلعب كره منظمه ويبقى في فكر واضح عشان
العشوائيه ما تنفعش، دول مش بوركينا فاسو واثيوبيا. طب هل انت شايف يعني ان كابتن حسام هيغير من فكره على حسب كل منتخب قصاده زي ما انت كنت بتقول دلوقتي، ولا هياخد الطريقه اللي كان بيلعب بيها في الامم الافريقيه اللي هي الطبيعيه بتاعتنا واللي ماشيه معانا، اللي احنا بنلعب تحت الكوره وبنلعب على التحولات؟ دي مش طريقه، دي مش طريقه، هي دي مش طريقه، بس هي يعني يعتبر نوعا ما دلوقتي. لا مش كده، هقول لك على حاجه. فاهمني الدكتور، في ناس بتلعب الشوط الاولاني قدام اسبانيا بالنسبه لي هو ده الشكل المثالي، وانا كنت بحلم بان احنا يا جماعه ان انا اقفل دفاعي مش لازم يكون ب5، انا ب4 وقصادهم 2 اللي هم مروان ومهند، ده بيرفكت صح على امكانياتي على نوعيه اللعيبه اللي انا عندي. بحب العب زي ما انت بتقول كده اللي هي ال4 والعب ب2 ديفندرات جامدين جدا، منهم واحد لعيب كوره ومروان مش وحش، بس مهند بالنسبه لي افضل لعيب خط نص. لا انا مهند بحبه جدا عشان نكون جدا متفقين، لو واحد هو مهند، لو 2 مهند ومروان، لان مهند لا يقارن لا باي هاف ديفندر في مصر. احسن واحد على فكره، انا الحمد لله مهند لاشين، وهو ده اللي برضه كنت بقول لك تاني ان انا اللعيب ده انا مقيمه كده. شوف هو الناس بدات تتكلم عليه امتى، وعمل كده. ايوه وعامل كذا، الاستمراريه بقى بتاعته حلوه. بس انا مهند يعني الحمد لله من زمان طبعا الله يبارك له طلائع الجيش. يا عم كيروش خسرناه، كيروش هو اللي بس انا يعني حابه من ايام طلائع الجيش، فبقول لك هو كان في طلائع الجيش لما كانوا جابوا ممتاز وهو في طلائع الجيش. لا مهند هو الافضل لعيب بلا منازع. بس ثنائيته هو ومروان وايا كان مين ثالثهم هي الحاجه اللي امام. انا بشوف امام يبقى الثالث معاهم، يا رب بس يبقى فايق يعني، يا رب يبقى امام غير فايق. انا زعلت قوي في ماتش اسبانيا، امام بيلهث ورا فورنالز اللي هو مش هيلعب اساسي في اسبانيا لو طبقت السما على الارض، وهو بيجري وراه في الملعب بيجري كده يعني جاريه كده، دي بيجري نفسه. عارف لما تبقى انت خلاص شحرت؟ ايوه طبعا انت بتجري نفسك. ايوه الشوط الاولاني، فانت لازم يكون في يرفعوا المعدلات البدنيه، دي حقيقه، خصوصا ان اللعيبه منهاره مع تكدس الماتشات في الفتره الاخيره دي. لا احنا كمان اللي فارق عن الكوره بره عموما في اوقات كتير قوي مش الموهبه، لان احنا عندنا مواهب، احنا فارق عندنا ايه؟ بدني وعقليات. احنا بدني صفر والعقليات صفر، فمش موجودين، فاكيد هيبعدوك بعد كبير قوي. دايما انا واحمد بنتكلم على الحته دي دايما انا وبنتكلم فيها كتير. احنا عندنا القماشه نظيفه بالظبط. احنا عايزين نسالك اخيرا في السؤال ده، كواليتي اللعيبه مش موجوده تقريبا في حته في العالم، مش للدرجه يعني، بس والله عندك كويس صدقني انا مش ممكن ما بقاش مأفور. لا من الدول اللي انا بشوف كده لعيبه حريفه كتير. بس في حاجات كتير، كام واحد الاتموسفير. احنا هنروح في حته تخليك تقول لك ليه انت ما بقتش عارف تطلع كواليتي، بس هي حته هتعمل لنا مشاكل يعني. هنحتاجها في حلقه ثانيه، هنحتاجها في حلقات كتير. احنا في الاساس يا احمد كنا بنتكلم في الحته دي في الاساس ان البودكاست ان احنا عايزين ننظف ونحاول نطور الكره تبقى في مصر ترجع زي زمان. فعلا مصر مكانتها في الكوره مش ده اللي تستحق خالص. دايما دي كلمه احمد وانا مش امكانياتنا يعني بالظبط اللي انا بقول عليه، مش امكانياتنا البشريه بالظبط. نستحق نبقى نفس منتخب كابتن حسن شحاته، الجيل ده اللي بجد الجيل اللي كان بجد اندر ريتد، المفروض كان يوصل الواحد قلبه الناس دي. ليه لا ان انت عندك القماشه عشان هي انهارت، ناقصك شويه حاجات. ما احنا ماشي، ما احنا بنتكلم بقى ان الحاجات دي لما تبروزها وتبتدي تحط عليها علامات تنور صح. يمكن ان شاء الله تتظبط. طبعا انت لازم تعمل عليك طبعا، وانت بتعمل عليك بالطريقه اللي انت تقدر عليها. بس هي احنا بنتكلم في المين وايل في الحته اللي احنا فيها دلوقتي. المنتخب ده مع الناس تخلص النيه وتبقى فاهمين قيمه التيشيرت اللي هم بيلعبوا بيه، وبجد يعني خلاص بقى بالفلوس والبوستات والترندات كفايه بالظبط كفايه. هو ده يسحبوا الموبايلات منهم يعني. انا نفسي والله العظيم ده يحصل يعني خش المعسكر شد التليفونات صح. ده لازم حد يعمل الحركه دي، دي حقيقه يعني لان الموضوع بقى ده وكفايه بقى معسكرات. ويا ريت ما حدش بقى يروح فنانين والاقي الطياره الحلوه رايحه عشان دي هتخلص علينا. ما اظنش متهيألي يعني الدنيا لبش اصلا يعني لبش، بس دول ما لهمش حل. اروح اشجع؟ لا يا عم صعبه. اخر مره عملتها كانت في روسيا وخلاص بقى كبرنا بقى. وبعدين لو حبيت اعملها ابني هيشبط فيا وهيبقى خراب بيوت لا مش هتبقى صعبه. لازم صراحه دي صعبه دي. لو في الخليج قريبه هنا هقول لك ماشي. لا بعيد قوي، والتذاكر الماتشات بالظبط اغلى من روسيا. كان 3 ماتشات ايام روسيا كان $300 3 ماتشات. دلوقتي الماتش الواحد معدي $500-600 الماتش. وقتها كان الدولار بكام ودلوقتي؟ ايوه التلفزيون حلو هنعرف نشتم براحتنا برضه. مش هنعرف حتى نتفرج على ماتشات حسب توقيتات. طبعا ماتشاتنا هتبقى ايه؟ لا انا مش متابع. لا هتفرج وهنسهر اكيد بس انا البطوله عموما. لا ماتشات مصر اكيد هنقعد لها. انا بتكلم في البطوله. هتلاقي نفسك بقى اخر اجازه من الشغل. ماتشات كترت و64. انا هعمل العمليات بالليل ويلا بقى نخلص ونروح على البيت عشان نسهر، عشان مش عارفين نقوم على فكره. ربنا يستر كده مش عارفين نقوم. ربنا يستر على امهات مصر. مفيش صبح. لا مفيش صبح. الصبح نايم. ربنا يستر.
نورتنا والله العظيم يا احمد. والله انا اتبسطت معاك وما حسيتش بالوقت. كلام عدى ولا احنا والله جدا كتير قوي. عايزين حلقات تانية، حلقات كاس العالم ان شاء الله باذن الله لازم هتبقى موجود معانا ان شاء الله. انت من الضيوف الاساسيه. والكلام رغم انك من مشجعي المنافس التقليدي لينا، لا ده لسه ما فتحناش حوار كبير فيه، بس هو لسه عنده اكتر وعندنا حاجات كتير اكتر. بس المنافسين مين المنافسين؟ انت مشجع مانشستر؟ صح. مش شايف ولا ايه؟ خلينا بس هو خلي بالك بس هو مانشستر مش زينا. خلينا بس هو مانشستر مش بالقوه بتاعت الاهلي يعني. بالظبط. وانا حتى في الارسنال مش بقوه الاهلي، بس لا انا بحب الارسنال برضو قوي، له حته عندي. لا هو في الاخر احنا في الاخر بنشجع، الماتش هيخلص احنا اخوات، خلصنا يا جماعه يعني. ما فيش حاجه، وهي كوره في الاخر بعيدا عن الماتش يخلص. هي ترفيه الماتش بالظبط حاجه للترفيه وللمتعه. ما هو ده اللي احنا مش فاهمينه يا جماعه، عايزين نرجع متعه الكوره. وانا زملكاوي وارسنال، ترفيه وحرق دم برضه. ايوه يعني عشان برضه يعني يا عم ان شاء الله يبقى في استمراريه ان شاء الله. والزمالك المهم التنافسيه بالظبط. اتمنى ان الزمالك، خلي بالك انا برضه نفس الفكره لما احنا قلنا على ما ينفعوش من غير بعض. ونفس ما انت بتقول في اول الحلقه احنا عايزين الاسماعيلي ما ينزلش عشان لما يبقى في ماتش الاهلي والاسماعيلي مذبحه وجماهير والكلام ده كله. هي نفس الفكره بتاعت الزمالك. وانا الاهلي هبقى فرحان ليه وان الزمالك بعيد وانا لو انت بتلعب لوحدك يعني وبعدين يعني بالظبط كده. فين متعه الكوره؟ انا فين ان انا كل ماتش في الدوري السنه دي احنا بنقول ايه ان من سنين كتير ما كانش فيه المنافسه. انا بقول لك انت مع سوء الاداء التنافس بسطك بالظبط على الاقل. والطياره وبتاع هي دي شغل حلو. الهليكوبتر ده اللي مش طياره بقى، هليكوبتر بقى. ايوه الاير تاكسي يعمل شغل. ايوه لا الهليكوبتر حلو، بس حلو والله. وخلي بالك هليكوبتر احمد في ابيض. ايوه حلو والله. احمد في ابيض ده نجاح الصراحه حلو ان هو يتنظم بالشكل ده. يا ريت على طول للافضل. يا ريت يعني نتمنى زي ما بننتقد برضو في حاجات صح. نورتنا يا ابو احمد، وان شاء الله منتظرينك في الحلقات اللي جايه باذن الله في بودكاست كلامني. كانت حلقه جميله حبيبي يا حبيبي، ومنورني. وانت طبعا حبيبي واخويا من واحنا صغيرين قد كده مدرستي. نورتني والله يعني. ما نتخيلناش ان احنا نقعد قاعده زي دي اكيد طبعا. والله بس جميله يعني. بنلعب كوره من زمان فالحمد لله انها حصلت. جماهيرنا بقى لو عجبتهم الحلقه ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب. وكل مره بقولها تفعيل زي الجرس عشان خاطر اسلام يا جماعه، عشان خاطر شيحه، مش عشان خاطر شيحه. كل مره بقول كده يقول بنرميها على بعض. مش عارف انا ايه موضوع الجرس عادي عشان خاطرنا احنا الاثنين. كانه قنبله. عشان خاطر ما وراء الكاميرا، عشان خاطر المخرج بس اللي صورهم معانا. ايوه طبعا المخرج بتاعنا رقم واحد طبعا يعني. ومطلع الحمد لله الفيديوهات بتاعتنا جميله، ما ينفعش ننسى مجهوده. يا رب تكون الحلقه عجبت الناس طبعا. سلام طولنا شويه بس عشان الكلام مع الدكتور جميل وما بيخلصش فعلا. يعني ان شاء الله هيكون موجود معانا في حلقات ان شاء الله. حلقات كاس العالم باذن الله لازم حاجات مفاجآت لكاس العالم ان شاء الله نعمل حلقات كويسه. نورتونا ويلا بينا.